السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم وبشكركم على الحضور. شاري دماغي، مساء الخير يا كريم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك انت. اشكرك طبعا على السؤال. انا معلش طبعا بعتذر لكم والله ان انا باجل الغرفة دي كذا مرة بسبب ظروف الشغل بقى والدراسة زي ما قلت لكم. اللي ما يعرفش انا بعمل ماجستير في حاجة ليها علاقة بالإدارة وكده، ف دي السنة التانية يعني فيها في حياتي ان انا بكتب حاجات كتيرة وكده، علاوة بقى على شغلي ده وسفر كتير فيه والكلام دوت وكده. فيعني حتى الاسبوع ده كنت مسافر في حتة، وبكرة مسافر تاني، وبعدين ارجع على يوم الاثنين كده ان شاء الله، وبعدين ارجع اسافر تاني، هروح على البرازيل في خلال الشهر دوت يعني. فيعني الواحد مشغول شويه والله، فمعلش انا بعتذر لكم ان انا بعمل ساعات سكاجوال، بلاقي كده احاول ان انا الاقي وقت اقول اوكي انا هعمل في اليوم ده، وبعدين اروح جاي مأجلها نص ساعه عشان بيبقى طالع عندنا اجتماع كده مش عارف ايه، وبعدين ابص الاقي انتوا عارفين دلوقتي الاجتماعات كمان ما بقتش زي الاول، ان انت يجي لك تبقى عارف مثلا اوكي عندنا مثلا كل يوم ستاند اب من الساعه كذا للساعه كذا والصبح مش عارف ايه. لا دلوقتي الاجتماعات كتيره منها على الزوم وتيمز والكلام ده وكده. فيعني في كل شوية تلاقي نفسك داخل في اجتماع اونلاين يعني، تمام، او انت مدعو مثلا ان انت تكون في اجتماع مع ناس في قلب المؤسسة اللي انت فيها، لكن معاك ناس كتيرة تانية اونلاين هم بيبقوا على الشاشة الكبيرة. فيعني موضوع متعب والله ومجهد، لكن انا اصلا بكره الاجتماعات يعني، تمام، لاني بلاقي الاجتماعات عباره عن رغي نفس الكلام. انا احب ان انا اجيب الاخر، يعني ايه اللي احنا البوينتس اللي احنا حقيقتنا نتكلم فيها وكده. فيعني انا احب الاجتماعات اللي هي تكون صغيره، يعني زي الستاند اب ميتنجز دوت بيبقى جميل جدا، لان الستاند اب ميتنجز هو بيقوم على 3 اسئله يعني، ها what you did yesterday, what you will do today, and what's blocking. اللي ايه العقبات اللي واقفه معاك، ايه اللي انت عملته امبارح وايه اللي هتعمله النهارده، انتهى. لا بقى تقعد مع ناس بقى لسه هتقعد تتفلسف لنا حاجه خانقه يعني. بس فطبعا اسف برضو ان انا بكلمكم في حاجه زي كده، لكن يعني بشرح الاسباب اللي بتخليني ساعات ان انا ما بقدرش اكون متواجد على البرنامج خالص. ده طبعا بعيدا بقى على الحوارات بقى الهابطه والحاجات بقى اللي انا خلاص يعني قررت ان انا اطلع منها خالص واكبر دماغي، ماليش دعوه بمين بيقول ايه ومين بيعمل ايه ومين بيدعو لايه، وانزلوا ويلا يا جماعه، والسيسي والانقلاب يترنح، وابن السيسي طلع مش عارف فين، ومراته راحت باعت هدومها الداخليه علشان خاطر هم خلاص ماشيين، والجيش يا جماعه معانا، وهنقفل المطارات والكلام الفاضي ده كله. اظن طبعا انا قلت لكم ان يوم 11/11 مش هيحصل حاجه، تمام، والناس دي هتيجي هتلوم عليكم في الاخر ان انتوا شويه مش عارف ايه ومرتخين ومش جدعان وشعب بيحب مش عارف ايه وشعب عبيد وكل الكلام ده ايه الى اخره، يعني الحاجات المعروفه. وطبعا انا من فتره قلت لكم انه يعني البرنامج ده هو حاجه كويسه جدا ان احنا نتواصل مع بعض، ممكن نقدم حاجات كويسه في غرفه من اجمل الغرف، يعني اللي انا بحاول ان انا الاقي اي وقت ان عشان اسمعها بس، وهي من الغرف الجميله جدا والصغيره جدا. بتكون الصبح هي ويعني الناس اللي بتقدمها ناس كلها ناس يعني محترمه جدا، وفعلا يعني بيجي فيها ناس محترمين كتير كده لما يتخيروش عنكم يعني بصراحه، تمام. طبعا اللي صاحب الكلاب او اللي بيقدم الغرفه الاستاذ سامر الصالحي، يمكن اكيد في ناس منكم تعرفوا. والغرفه بتاعته بتبقى بعنوان كبر دماغك اخبار التكنولوجيا. انت طبعا اخبار التكنولوجيا اليوم، يعني كبر دماغك اخبار التكنولوجيا اليوم، وهي بتبقى يعني هو عاده هم بيعملوها 30 دقيقه، لكن هي يعني انا بقول المتوسط بتاعها ساعات بتمتد لحوالي ساعه مثلا، تمام. بس فعلا من الغرف اللي انت تستفيد فيها بكم هايل من معلومات عن ايه الجديد في عالم التكنولوجيا، ايه الجديد اللي بيحصل. هم طبعا يعني التكنولوجيا دلوقتي مربوطه بالاقتصاد برضك والبيزنس والشركات وايه بيحصل فيه ايه والكلام ده كله. يعني عايز اقول لك يعني يكفيك ان انت تسمع جمال اللغه اللي بيستخدمها الناس اللي بتتكلم جوه، يكفيك ان انت تسمع ناس بتتكلم مع بعض باحترام،
مش ردح بقى وشتيمة ومش عارف ايه والكلام الفارغ اللي عندنا ده. الغرفة طبعا هي ضمة عرب من كل العالم العربي، فيهم مصريين كمان، وبتسمع لغة نظيفة وبتسمع ناس بتتكلم مع بعض باحترام قوي، وبتسمع أخبار كويسة ممكن تفيدك طبعا. تمام. و بتحس ان انت لما بتسمعها بقى انت بتحس الله ده في ناس كده كويسه اهو، يعني الله في محتوى كويس بيتقدم، يعني بلاش اقول الناس عشان ما احكمش على الناس، انما على الاقل في محتوى كويس بيتقدم، بدل ايه؟ بدل الشتيمه والفتاكه بقى، وكل واحد فاكر نفسه فاهم الدنيا والاخره وفاهم الزلازل والبراكين ويوم القيامه، واللي يجي يقول لك النجم الطارق واللي يجي يقول لك مش هو، يلا بقى اي حاجه كله بيهبط بقى براحته. وده طبعا هيخليني بقى اروح لموضوع النهارده الهبد. هل انا ينفع اتكلم عن المخ ولا ما ينفعش اتكلم فيه؟ انا كنت شايف ان انا ما ينفعش اتكلم فيه. ليه؟ لاني حقيقتي ان انا دكتور مش متخصص، لكن في نفس الوقت انا حقيقتي ان انا اتكلم فيه. ليه؟ لاني على الاقل املك مخ يعني، او املك دماغ. تمام. عندي العضو ومش عندي وخلاص مثلا، انما قعدت اقرا عنه كتير وابحث كتير والكلام ده وكده. انا في شغلانه من ضمن الشغلانات اللي انا بشتغلها ان انا مدير نشر المؤسسه علميه كبيره. تمام. المؤسسه دي متخصصه في حاجات معينه، بتيجي ابحاث من عايز اقول لكم، مش هقول لكم بقى افضل دكاتره في الدنيا وافضل اكاديميين، لكن هم فعلا افضل اكاديميين وافضل دكاتره في الدنيا. تمام. وانا طبعا يعني ماليش العلاقه العلميه، يعني انا ما درستش لا طب ولا الكلام ده وكده، لكن انا قريت الابحاث دي كويس جدا لاني انا بعدل اللغه بتاعتها. تمام. وبشوف ايه اللي بيتنشر طبعا هي حاجات علميه، يعني في مؤسسات علميه ودوريات علميه ومواقع علميه والكلام ده وكده، فهم اللي بيقروها اصلا هم الجمهور بتوعهم هم برضو اكاديميين ودكاتره والكلام ده وكده وعلماء وكده. فاقدر اقول ان انا كونت في حاجات كتيره جدا، بالذات الحاجات اللي انا عندي فيها كيوريوسيتي. تمام. يعني انا مثلا المخ وعلم النفس دي من الحاجات اللي انا عندي فيها كيوريوسيتي كبير جدا. تمام. فمثلا في علم النفس ما بكتفيش بحكايه ان انا اقعد اقرا مثلا عن ايه الامراض النفسيه والاضطرابات النفسيه والكلام دوت والسلوكيات وكده وبس، لا، لكن مثلا في حاجه دي سبحان الله، يعني انا كانت عندي هوايه كده من انا صغير، واظن دي عندكم اغلبيتكم واغلب الناس يعني في العالم كله وخصوصا في مصر يحبوا لما يجيبوا جورنال يقروا اخبار الحوادث. ها، والمجرم دخل وقتل مش عارف ايه، وكان في زمان برنامج كده بيجي في الاذاعه اسمه اغرب القضايا، كنت احبه جدا ده. ها، اللي هو ايه، القاهره تقدم بام 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 بام، موسيقى كده ايه تخوف قوي، بعدين يقول لك اغرب القضايا، وبعدين يجي يقول لك وقعت احداث هذه القضيه في مصر عام 1954، او وقعت احداث هذه القضيه في امريكا في عام 1779. يا نهار ابيض، ايه ده 1779؟ انت تلاقي نفسك بقى داخل في قضيه تاريخيه وحاجه رهيبه جدا يعني. فكنت من هواة البرنامج ده، وعندي كل التسجيلات كل حلقات البرنامج ده عندي يعني على الكمبيوتر، انا بحب اسمعهم يعني حاجات ساعات يعني مش هتصدقوا ان انا ممكن من الحاجات اللي انام عليها مثلا. تمام. ان انا اسمع اغرب القضايا. واحنا عشان من اسكندريه كان عندنا في راديو اسكندريه برنامج اسمه من ارشيف المحاكم، موسيقته تخوف قوي كده وحاجه عظيمه برضه كده. المهم، فطبعا احنا جيت وانا صغير كده، طلع في بدايه التسعينات على ما اتذكر، طلع جورنال اسمه اخبار الحوادث، كان اخبار اليوم ابتدت تطلع جرايد متخصصه، فطلعت اخبار النجوم وطلعت اخبار حوادث. واخبار حوادث بقى كان حلو جدا ان انت بدل ما انت بتقرا صفحه بس واحده اخبار حوادث في الجورنال، لا ده بقى جورنال كامل بقى حوادث. وطبعا مش لاقيين حاجه، فساعات يجيبوا حوادث قديمه ويحكوها لك، وازاي والبوليس حقق ازاي ووصل ازاي ومش عارف ايه، ويعني فكنت طبعا اشتري الجورنال ده على طول كده. طيب مع الوقت الهوايه دي تطورت، اني بدات ان بالذات لما سافرت بره لقيت ان في كتب بتتباع كامله عن حوادث، او مثلا عن قضيه كامله في كتاب كامل، يعني مثلا بيتكلمك على قضيه بس مش بيتكلم عليها من الناحيه القانونيه، انما بيتكلم عليها من كل النواحي. يعني مثلا كتب عن السيريال كيلرز. تمام. اظن دلوقتي الناس بدات تعرفهم كويس بسبب المسلسلات اللي بتعملها نتفليكس. تمام. هذا البلاتفورم سيء الذكر. تمام. زي مثلا دالمر ده ولا مش عارف ايه اللي اتعمل، زي
في امريكان هيرور ستوري من المسلسلات الرهيبه اللي على اجزاء، وفي امريكان هيرور ستوري الكتاب اخذوا كتير من القصص الاجراميه اللي حصلت وحطوها في السيناريو. يعني تلاقي في حلقه واحده من ضمن الحلقات، هو السيزون بتاع الامريكان هيرور ستوري كان بيبقى قصير، يعني حوالي 10 حلقات او 12 حلقه بكتير، يعني بكتيره. فانت تبص تلاقي جايبين لك في نص حلقه كده جايبين لك فيها رابطين الاحداث بقصه اجراميه حصلت. كنا احنا ممكن نعمل حاجه زي كده، ان احنا لو عملنا مسلسل مثلا اسمه ايجيبشن هيرور ستوري، قصه رعب مصريه، تمام، وتعمل مسلسل وتجيب فيه احداث تاريخيه زي ما احنا عملنا هنا في قبيله امل مصر، لما اتكلمنا قبل كده على ايه، على الثلاثي المرح اللي هم احمد حلمي المصير، تمام، والواد اللي هو الامام ده اللي هو ابن اللواء الامام بلطجي اللي هو شمشون مصر الجديده، ها، والثالث اللي هو عاطف زخاري. وقلنا ازاي ان الجرائم ديت في منهم عامل مشترك، ان الثلاثه ظهروا، او عوامل مشتركه ظهروا في التسعينات. الثلاثه ليهم علاقات بالعراق او دوله العراق، في منهم كانوا متجوزين من عراقيين زي احمد لطفي، احمد حلمي المصير، وزي شمشون مصر الجديده، كانت مراتاتهم عراقيات. وبعدين بقى اكتشفت ان ايه، ان هم اصلا الثلاثه معاهم عاطف زخاري كانوا بيخدموا في فرقه المغاوير في العراق، وان هم ابهاتهم لواءات وهم عيال فشل وصيع، تمام. وطبعا فرقه المغاوير دي كانت عاملاها CIA في العراق عشان تحمي ايه في خلال فتره الحرب اللي هي الايرانيه العراقيه اللي استمرت 8 سنين، وكانت الفرقه دي عاملينها علشان خاطر تحمي السياسيين وتحمي صدام حسين والنظام بتاعه، يعني تمام. فالعيال دي بعد كده لما رجعوا بقى من العراق عملوا بقى ايه، مصايب في مصر، تمام، وجرائم رهيبه. وواحد زي عاطف زخاري ده كان بيعمل حاجات دوليه، هو واحمد حلمي المصير كان بيعمل حاجات على مستوى دولي، يعني كان في منظمه تيجي لاحمد حلمي المصير تقول له اخطف لنا الدكتور الفلاني ده عشان عنده بحث عن مش عارف الايدز ولا ايه، واسرقه لنا منه، يقتل العيله كلها، تمام. روحوا اعملوا عمليات تصفيات في لبنان كان طالع من الحرب الاهليه والدوله مش مستقره خالص، وكل ما تتعمل الحكومه تتعين الصبح وبعد الظهر 3-4 وزراء تم اغتيالهم في الشوارع اللي كانوا بيعملوها هم العيال دي، تمام. وبعدين في الاخر عاطف زخاري يتم تكليفه بان هو يقتل سمير غيث اللي هو الطيار اللي وقع بالطياره اللي هي بتاعت المشير احمد بدوي، بتكليف من انور السادات طبعا، تمام. فبيروح يصفي عشان القضيه دي تتقفل خالص، تمام. ف لو احنا كنا عملنا مثلا زي امريكان هيرور ستوري، زي القصه الرعب الامريكيه المسلسل ده، وبدانا نحط القصص دي في وسط المسلسل اللي احنا بنعرضه، كنا قدمنا يعني المعارضه بقى دي، لو الناس بقى اللي هم الخوالات بتوع تركيا دول اللي هم ايه عاملين اعلام تنويم للناس، لو كانوا عايزين يعملوا حاجات عدله كانوا عملوا، تمام، عملوا حاجات كتيره. فانت ممكن مثلا فكره مسلسل زي ده والناس هتتابع قوي الحاجات دي، انك هتطلع اسرار سياسيه عن الدوله وحاجات رهيبه يعني، وفي نفس الوقت انت بتديهم حاجه فيها سسبنس وكده. لكن بعيدا عن السسبنس، انا ليه بتكلم على الحاجات الاجراميه والسيريال كيلرز والكلام ده؟ لانه ده احلى باب تقدر تخش منه من علم النفس لعلم النفس، وتقدر تفهم النفس البشريه دي متكونه ازاي. يعني في واحد شخصيه اسمه جوزيف فريتزل ده وجه الشيطان، يعني انا بالنسبه لي كنت مسميه وجه الشيطان. انا قمت في يوم كده مش فاكر في 2008 2009 لقيت الجرايد النرويجيه نازله عليها صوره راجل على الوش كده، راجل خطف بنته وخباها تحت البيت، كان عامل بني بليسمنت تحت البيت، بني قبو تحت البيت بتاعه، وخطف بنته وخباها تحت 24 سنه، وقعد يغتصبها طول السنين دي، وخلف منها 6 عيال تمام. واحد منهم مات هو وبيبي، حرقوا في المحرقه تحت، و3 من الولاد اللي اتولدوا تحت دول طلعهم يعيشوا فوق مع جدتهم اللي هي مراته اللي هي ام البنت دي، ها، على اساس ان البنت دي هربت، وهي بتيجي من فتره للتانيه كل ما تحمل وتخلف عيل تيجي ترميه لهم قدام الباب معاه جواب لو سمحتوا اعتنوا بيه لان انا مش قادر اعتني بيه. 24 سنه الراجل المجرم ده مخبي بنته تحت. القضيه دي طبعا قلبت الدنيا في اوروبا وفي العالم، وكانت حاجه شوكينج يعني، تمام. كانت هي اللي غطت على كل الاخبار بقى السياسيه والحوادث وكل حاجه. وانا يوميها كنت بكتب في يعني
جريده كده نرويجيه، وكنت في نفس الوقت شغال لقناه معينه كده، فرحت من ضمن الفرق بتاعه التغطيه. وبعدين عرفت ان التحقيقات دي تم فيها التلاعب برضه، بالرغم ان دي قضيه كبيره جدا، وهي تعتبر خلاص مقفوله، يعني ان هو اتحبس دلوقتي ومش عارف ايه، والبنت دي اخدوها هي وعيالها ونقلوهم في مكان تاني وغيروا لهم اسمائهم، ويمكن عملوا لها كمان عمليه عشان شكلها يتغير شويه. اخر حاجه انا عرفتها ان هي اتجوزت الحارس بتاعها، في جارد محطوط عليهم على العيله، او يعني حراسه من البوليس، واحد اللي هو رئيس الحرس ده اتجوزها. دي اخر حاجه انا عرفتها عنهم السنه دي يمكن. بس القضيه دي لما انا رحت هناك في النمسا، ولما اتكلمت مع ناس بقى من الصحفيين اللي هناك، واحده صحفيه مخضرمه هناك، يعني هي اللي كانت ماسكه الموضوع ده في الاساس، قالت لي لا، في حاجات متداريه مش عايزين يقولوا عليها، وعرفتها انا هي ايه. تمام. بعدين انت تيجي تتامل في شخصيه زي واحد اسمه جوزيف فريتسل ده، وتشوف التحقيقات ازاي هو بيكلمهم، وتكتشف ان هو الراجل مخطط لموضوع انه يخطف بنته. يعني بنته دي لما خطفها كان عندها 19 سنه. تمام، 19 سنه، فضل مخبيها 24 سنه، يعني طلعت عندها حاجه و40 سنه. بنته دي كان هو مخطط ان هو يخطفها ويغتصبها ويعمل كل الكلام ده معاها من هي وعندها 4 سنين. تخيل بقى، سيبك من ال 24 سنه اللي هو خاطفها وبيغتصبها فيهم، فكر في الحته دي من سن 4 لغايه سن 19، يعني 15 سنه الراجل ده قاعد عمال يبص لبنته كل يوم وكل ليله وكل نهار وكل لحظه، ها، وهو بيخطط في دماغه. الراجل هو مهندس، تمام، مهندس كهرباء، وقدر يبني بليسمنت كامل تحت، يبني القبو ده ويعمل فيه مش عارف ايه، ويعمل فيه حمام وايه، وحيطه سريه كمان، يعني مش حد يعرف يخش فيه. تخيل ده قعد 15 سنه، 15 سنه وهو بيخطط لده. يعني هي مش في لحظه مثلا، يعني مثلا انت ممكن تفتكرها ازاي، انه والله سوري يعني في اللفظ، ها، هو شاف بنته جايه كده والمهلبيه والملبن طالع كده، وراح جاي هاج عليها، فراح جاي راح خاطفها عشان يغتصبها، فلما اغتصبها خاف انها تطلع تفضحه، فقرر انه يخبيها. يعني انت ممكن تقول ايه ان الموضوع اتبنى كده؟ لا، الموضوع ما اتبناش كده. الموضوع اتبنى ان هو مخطط له من قبلها ب 15 سنه. يبقى انت دماغك دي اكيد فيها حاجه. وكمان ايه اللي يخليك تبص البنت عندها 4 سنين وتقرر ان انت ناوي تعمل فيها كذا؟ طب وليه ما عملش فيها طول السنين دي كلها؟ تمام. فهنا بقى لما انت تكتشف ان في الجريمه ديت في ابعاد انت لازم تفهمها في الشخصيه مختلفه، وهنا هتلاقي نفسك ان انت عندك اهتمام بالمخ البشري ده، انه تركيبته عباره عن ايه. يعني احنا المره فاتت لما اتكلمنا، مش فاكر انا اللقاء اللي فات ولا اللي قبل منه، لما قلنا على الكتاب اللي هو بتاع نظريه الفستق، قلت ايه؟ انه والله الراجل اللي كتب الكتاب ده كان موفق جدا في المقدمه بتاعته، انه قال اي شخص انت بتقابله، اي شخص في الدنيا، انت وانا وكل الناس ديت، كلنا مكونين من عده عوامل وراثيه جينيه اخذنا من ابهاتنا وامهاتنا، وبعدين عوامل نفسيه هي اللي عندنا احنا، اللي بتعمل لنا يا اما الاضطرابات السلوكيه، يا اما بتعمل عندنا سلوك حسن او سلوك وحش. تمام. وبعدين بقى الخبرات بتاعتك والمجتمع اللي انت بتنشأ فيه والحاجات اللي بتعدي عليك وطموحاتك والكلام ده. مع الوقت الحاجات دي بتتحول لصندوق اسود، انت ذات نفسك ما بتكونش عارف الاكواد بتاعته. يعني انت بتعمل حاجات ما تعرفش انت بتعملها ليه. انا هنا مش بتكلم على ان انت يعني كأنه ان انت في حاجة بتحركك، لا، انت حاجات انت بتعملها بس انت ما تعرفش نفسك انت ليه مش قادر تغير السلوكيات دي، او ليه بتعمل السلوكيات دي، بما فيها سلوكيات كويسة على فكرة. تمام، يعني مش بس السلوكيات الوحشة. فاحنا هنا كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على انسان عادي خالص. لكن انت لما تيجي قدام مجرم زي ده، لا، تيجي بقى تفكر تقول الله، المخ ده هل في حاجة ولا مفيش حاجة؟ وهنا تلاقي دايما النقاش او الاجمنت، يعني زي ما بيسموها كده بالانجليزي، الايه العلمي بقى، اللي هو لما يجوا يقبضوا على واحد زي ده. طبعا في ناس احنا عندنا في بلادنا يقول لك دي رفاهيه فكر ومش عارف ايه. لا، هو مش رفاهيه فكر، هو الناس دي وصلت بفكرهم في حته تانية. تمام. وبالتالي هم بيقيسوا على المقاسات بتاعتهم، فبيبتدي يقول لك ما هي الدوافع اللي خليته يعمل كده. تمام. طبعا هو لما انت تبتدي تفهم الدوافع بتاعته، انت ممكن كبني ادم
نشأت في دولة قمعية يعني عندنا مصر كده. قمعية لا مش بس من النظام، يعني حتى من أهلك ومن الناس حوالين منك وكل حاجة والمدرسة والكلام ده. تيجي تقول إيه ده الراجل بيتدلع، يقول لك أصل أنا وصغير مش عارف أمي ما كانتش بتحضني، وأبويا أنا عمري ما عرفت أبويا ومش عارف إيه. لا هي فعلا الحاجات دي بتعمل تأثير يا جماعة، فعلا حقيقي الحاجات دي ليها تأثير كبير جدا جدا جدا. يعني انت لما تشوف المسلسل اللي هو بتاع دالمر ده، لما بتشوفه انت بتشوف بدايته، الواد ده هو في المدرسة عيل كومبارس، يعني احنا كده نسموهم ايه، احنا عندنا بقى باللغة الدارجة بتاعتنا نسموه عيل كومبارس بياخد على قفاه، تابع لده ولده. اعمل لنا ان انت عندك شلل نصفي، فهو يفضل يعمل كده بايديه. انتوا يمكن شفتوا المشهد ده، اللي اتفرجوا الناس اللي شافت المسلسل. بتبتدي تشوف الأستاذ ميكيل كاتب بعت لك على مسلسل ماوث الكوري، أفضل عمل عن القتلة المتسلسلين، بس أنت مش فاضي تاني. والله أنا آسف والله، بس هشوفه ويعني أكيد هرجع لك تاني هبص عليه والله إن شاء الله، يعني خلال السفرية ديت بتاعت الويك إند ده أنا هبص عليه وأجي أقول لك. بس في أعمال كتيرة جدا، يعني في حاجات هبقى أحط لكم لينكات تقعدوا تتفرجوا على حاجات رهيبة يعني. وفي بقى الأهم من ده مش المسلسلات، كمان اللقاءات. يعني يا جماعه في كام انترفيو مع دالمر ده الشخصيه الحقيقيه بقى، ها، وتشوفه وهو بيتكلم وتشوف تقول لا ده اكيد مش طبيعي، تمام، ده اكيد مش طبيعي. كنت انا كنت بتناقش كده مع حد من قريب على حكايه ايه القتله المتسلسلين، وليه احنا الجرائم ديت شبه ما عندناش في عالمنا العربي وهم عندهم هنا. وكان الشخص ده او الشخصيه دي يعني واحده يعني ما كانش عاجبها بقى الكلام بقى، وهي طبعا شايفه ان احنا عندنا برضو نفس الاجرام، وعندنا ناس مش عارف ايه، وعندنا ناس بتعمل كذا، وعندنا رجاله مش عارف بتعمل ايه في زوجاتهم والكلام ده. قلت لها ده عباره عن حوادث فرديه ما فيهاش فكر ورا منها، تمام. يعني مثلا ايه، انا اقول لكم اللي انا وصلت له في حكايه جوزيف فريتسل ده، تمام. جوزيف فريتسل ده يا جماعه الاعلام كله ما قالش ان الراجل ده يهودي، تمام، بالرغم انه واضح من الصور. انت لما تيجي تبص على الصور هتلاقي ان البليسمنت تحت بنته معلقه، العيال تقريبا هم يعني كانوا بيرسموا معاها والكلام ده، كان بتعلمهم الرسم وكده. على فكره كل العيال اللي اتربت تحت بيعرفوا يقروا ويكتبوا كويس جدا، تمام، ممكن بتعلمهم القرايه والكتابه، وكان بتطلب منه يجيب لهم كتب ومش عارف ايه، ويعرفوا الروايات الكلاسيكيه والكلام ده كله. فكان بيرسم، هتلاقي تبص تلاقي على الحيطه في نجمه داوود ملزوقه في كذا حته، تمام، وباينه ان هي رسم اطفال قصين ومش عارف ايه، اللي هو زي الشغل اللي بيعملوه في الحضانه، تمام. يبقى اذا هنا الام دي ما كانتش بتعلم اولادها الادب بقى والكتابه والقرايه بس، لا، معلمهم عن الدين كمان كويس قوي، تمام. طيب الام اللي هي الجده، اللي هي ام البنت اللي اتخطفت دي، اللي هي مرات جوزيف فريتسل، تمام. الست دي عجيبه جدا في التحقيقات. البنت لما طلعت هي لما جه لها العيال كذا مره ما شكتش ولا مره في جوزها، الغياب بتاعه ده ما شكتش فيه. طبعا هو كان بيقول لها ان هو بيشتغل في البليسمنت تحت بيعمل مش عارف ايه، وده عادي على فكره يا جماعه هنا، يعني من ضمن الهوايات اللي انا اتعلمتها هنا انه عارفين البيت النرويجي دايما يبقى عنده ايه، البيت والجنينه والجراج ده دايما هنا عشان الشتاء طويل وبقى فيه جليد وكده، فانت بتجيب عربيه بتسميها بروجكت، يعني ان انت بتجيب لك عربيه قديمه موديل مثلا سنه 32 موديل 35 40 مش عارف مثلا عربيه سبورتس كده مثلا من السبعينات ولا حاجه، تجيبها بايظه خالص وتبدا ان انت تعيد تركيبها تاني، تجيب لها قطع غيار بتاعتها. وتعرف طبعا هنا يقدروا عندهم الامكانيات انه يجيب القطع الاصليه جديده ويجيبها، ويتواصل مثلا مع شركه مش عارف ايه تبعت له كذا، يتواصل مع فراري، يتواصل مع اي حاجه ويدفع عادي ويبعتوها له، ويقعد يرقب الحاجات دي بنفسه، يفك مثلا اللي مش عارف ايه الاكسوس مثلا بتاع العربيه، يروح جاي اخده ورشه ومش عارف ايه، وفي حتت فيها بارومه فيحط لها الحام ويعملها مش عارف ايه ويلمعه ويخلوه لك سيلفر كانه جديد. ويجي شهر 4 أو 5 تلاقي في شهر 5 تقريبا، وفي طول الصيف طبعا تلاقيهم طالعين بالعربيات ديت، وتلاقي عند كل محطه بنزين كده في ناس يعني يعملوا زي ايه كده معرض، او في السنتر بتاع كل مدينه
في وسط البلد، تلاقي يعملوا معرض، كل واحد يجيب العربيه بتاعته ويوري الناس بقى شغله ومش عارف ايه. وفي ناس بيعملوا ده بيزنس طبعا، بتتباع العربيه دي وممكن تبيعها بارقام رهيبه، لان العربيه دي مثلا الموديل ده كان مثلا ما فيش منه في العالم دلوقتي غير مثلا 20 عربيه. ده معناه انها بقت حاجه غاليه جدا، تمام، العربيه دي. وانت بقى ايه، صلحت وعدلت فيها وعدلت مش عارف ايه وحطيت مش عارف ايه في السرعات بتاعتها وشلت الموتور وغيرت وعملت حاجات رهيبه طبعا. فالمهم، فدي لان الهوايه دي موجوده عندهم، فطبيعي ان هو لما يكون يقول انا بشتغل في الجراج او في البليسمنت تحت، هي مصدقه. وهو فعلا كان بيقول لها كده، بيقول لها ان هو بيعمل حاجات كده زي اختراعات وحاجات بالكهرباء وكده، وان دي هوايته يعني وكده، فهي ماشي سايباه، تمام. بس برضك، طب العيال اللي طلعت من تحت دول، هم طبعا اتاخدوا هم ورضع، تمام، وهي ربتهم. هو عمل ايه؟ هو ابن الذين ده جه قال لمراته، هو لما خطف البنت خلى البنت تكتب جواب، خباها تحت، هي كانت راجعه من المدرسه، خطفها وراح جاي منزلها تحت واغتصبها وقعدها تحت وقال لها اكتبي بقى الجواب ده لامك. جت كاتبه جواب ان هي ايه، قررت انها تهرب من البيت لان هي مش عارف انضمت لجماعه دينيه. وشوفوا هي الحته دي اللي تشككك بقى، ها، جماعه دينيه، طائفه دينيه، والطائفه دي قلت، ها، بيسموها قلت بالانجليزي. الطائفه ديت ايه، مش عايزه الاتباع بتوعها يحتكوا بعائلاتهم ولا بالناس الكفره التانيين، تمام. وانا انضميت ليهم، فانا مش هرجع البيت تاني، تمام. بس وما اقتنعت بالروايه دي. طيب بنتي دي بقى قعدت كل السنين ديت، والعيال دي كانت بتيجي تترمى. طب الام دي 3 مرات يترموا العيال قدام منها، ما فكرتش في مره تروح تبلغ البوليس تقول لا انا مش هاخد الطفل ده، انا لازم هي تيجي، تمام. يعني ايه اربي طفل لسه مولود، تمام، واقعد انا ارضع فيه؟ ده لازم يرضع من صدر امه. يعني ازاي يعني انا اقعد اديله لبن مجفف ولا مش عارف ايه والكلام ده؟ يعني ما فكرتش خالص في ده. طب الاهم من كده، البنت دي لما القضيه اتكشفت بقى ومش عارف ايه والاب ده دخل السجن وكده، طب البنت دي ليه ما عاشتش مع امها، ما كملتش عيشه مع امها ليه؟ او ليه لما نقلوها هي وعيالها لمكان تاني عشان تبقى مختفيه عن الانظار ومحدش يعرفها، ما خدوش امها معاها؟ ففي حاجات غامضه. واللي كانت ماسكه التحقيق الصحفي اللي بقول لكم عليها ديت، الصحفيه النمساويه، وعلى فكره قالت لي كده، وقالت نفس الكلام لما عملوا معاها انترفيو في برنامج 60 مينتس، برنامج 60 دقيقه، البرنامج المشهور قوي الامريكاني، بس تقريبا كان النسخه الاستراليه. قالت لهم نفس الكلام ده برضو، قالت لهم في حاجات في الرايت كويشنز زي دونت اسك ذا رايت كويشنز، ما بيسالوش الاسئله الصح او الاسئله اللي لازم تتسال. وكانت من ضمن الحاجات دي انه الراجل فريتسل ده لا هو يهودي ومتدين، وبنته كمان اللي قاعده في البليس من تحت دي مخلفه متدين. طب ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده جزء من العقيده عندهم. في لاحظت الموضوع ده ان كتير جدا من اللي عملوا، لانه على فكره في نفس الاسبوع اللي اتكشفت فيه القضيه دي، كشفت نفس قضيه شبهها كده في ايطاليا، بس واحد وابنه خطفوا، يعني الراجل خطف بنته مع ابنه، هما الاثنين تواطؤوا مع بعض، ها، وخبوها برضو بنفس الطريقه كده 18 سنه، وبرضو نفس الكلام، عيله يهوديه ايطاليه. اللي بيتم ده بقى، لا اللي بيتم ده ليه علاقه بالعقيده عندهم، وحاجه كده يعني ايه، عايزين يعني اللي هو يعني عارفين زي ما في الافلام الامريكيه يسوقوا لك القصه دي، انه ايه، انسان يتجوز واحده شيطانه ويخلف الانتي كرايست، تمام، او المسيح الدجال يعني، تمام. فهو حاجه شبهها كده، تمام. طيب فايه، فهنا انت عندك حاله بقى اجراميه داخل فيها حاله دينيه معينه، الدوله دي ما قدرتش تقف قدام منهم، ولذلك هم وجهوا له كل التهم على اساس ايه؟ خطف واعتقال قسري، اغتصاب قسري، قتل طفل، لا مش قتل طفل، حرق جثه الطفل بدون الابلاغ عن وفاته، تمام، او استخراج شهاده وفاه له. طب ما هو ملوش شهاده ميلاد اصلا ازاي يعني؟ حاجات كده كلها ايه يعني، تهم اخد بيهم سجن مدى الحياه، تمام. بس ما ينفعش ان انت تقول على الموضوع العقائدي، تمام. فانت لما تيجي تشوف العقليه بتاعت فريتسل او العقليه كذا، تقول طيب ماشي، يعني هو ده بيعمل ده بهدف او بدافع ديني، ده لو احنا اعتبرنا ان الاستنتاج بتاعي ده صحيح، تمام. لو مش هيبقى صحيح هيبقى ايه، ان هو يعني موضوع شهوه والكلام ده، بس انا بقول لكم الكلام ده في كلام فاضي، تمام.
لو هو هيبقى ماشي بدافع ديني، طب الدافع الديني ده يعني ليه ما لقاش من نفس الدين اللي يردعه؟ يعني انت لما تيجي تعمل حاجه حد يقول لك حرام عليك يا عم، ما ينفعش تعمل كده، تمام؟ وممكن حاجات يعني حاجه بسيطه، يعني مثلا انت تقول ايه، والله انا هروح اصيف لي كام يوم مثلا في شرم الشيخ واشوف مؤتمر المناخ ده كده، فحد يقول لك يا عم حرام عليك يا عم، انت مش عندك عيالك وعندك مراتك، ده انت عيالك داخلين على مدارس ومش عارف ايه وانت ما جبتلهمش هدوم ولا حاجه. هل ده حرام ولا حلال؟ هو هنا ما فيهاش حرام ولا حلال، بس هو حتى قالها لك بلفظ ايه، حرام عليك، كانه ان ده ايه، حاجه محرمه اللي انت هتعملها دي، تمام؟ بغض النظر بقى عن تقييمنا احنا اللي انت هتعمله هناك في شرم الشيخ، بس يعني انت حقيقتك ان انت عادي، انت مسافر يعني، هو تمام، مش حرام، بس هو حطها لك بطريقه ردع، استخدم لك لفظ من دينك. طب ازاي ده متدين بالشكل اللي هو انه وصل للمرحله دي، تمام، وما استحرمش؟ يعني زي يا جماعه الناس اللي بيبقى عندهم عقيده فيها قرابين بشريه، انتوا عارفين البوذيه فيها قرابين بشريه، وعندي صور يعني كنا رحنا صورناها في زياره كده في مناطق في تايلاند وشفنا القرابين البشريه وهي بتتقدم. الصور فظيعه ما تنفعش تتنشر وكده، بس لو حطيت لك على على الصوره هنا ممكن حد يقفل لي الحساب. ازاي الاب او الام دول يروحوا ياخدوا القرابين البشريه اللي بتقدم في البوذيه، بتكون عباره عن بنت عندها 15 16 سنه، تكون متربيه عذراء، تمام، ما يكونش لمسها حد، وبيقدموها وبتتذبح تتقطع واللحمه بتتقدم لبقيه المؤمنين، تمام؟ ودي بقول لكم عندي الادله عليها بالصور وكل حاجه، تمام؟ دي رؤيه العين يعني، ده مش حد حكى لي ولا جبت الصور من على النت. طيب انت دلوقتي لما بتيجي تعمل قربان بشري زي كده وانت متدين، ازاي مخك، ما هو الدين عباره عن ايه يا جماعه؟ الدين في اي عقيده هو عباره عن، يعني سوري يعني ان انا هستخدم اللفظ ده، يعني نقوله فلسفه تخليك تطلع افضل ما فيك، تمام؟ لا يعني ايه، حب لاخيك كما تحبه لنفسك مثلا، متمثله في ديت اللي هو حديث عندنا، تمام؟ او مثلا عامل الناس كما تحب ان يعاملوك، تمام؟ يعني هو الدين، اي دين هو عباره عن انه اسلوب حياه يخليك ان انت تبقى انسان افضل، تمام؟ طيب وانا جاي اقول لك انت عشان تبقى انسان افضل روح اذبح بنتك، تمام؟ يعني على فكره يا جماعه ده كان منتشر في كل الديانات القديمه، لدرجه ان سيدنا ابراهيم الناس فاهمه الموضوع بتاع سيدنا ابراهيم برضو بالشقلوب، تمام؟ ان هو حلم انه انا هذبحك يا ابني، فراح قال لسيدنا اسماعيل، ده عندنا احنا كمسلمين، طبعا عند اليهود هو راح قال لاسحاق، بس بغض النظر عن ده راح قال له تعالى انا شفت في المنام ان انا بذبحك، ها؟ قال له افعل يا ابتي افعل ما تؤمر، الى اخره، يعني الى اخر الايه، يعني اللي هو ايه، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طيب وجه اول ما جه يحط عليه السكينه فجه له الكبش من السماء ومش عارف ايه، واللي حصل سيدنا جبريل جه له معاه كبش وقال له ايه، وفديناه بايه، بذبح عظيم. طبعا القصه دي مدخل للناس اللي بتهاجم الاسلام على فكره، ويجي يقول لك يعني ايه، يعني الاله يقول لك والنبي تعالى عشان استغفر الله رب، يعني ازاي الاله يقول لنبي عنده تعالى اذبح ابنك عشان انا بختبرك ومش عارف ايه وكده؟ طبعا انت تقول له دي كانت رؤيه من الشيطان، يقول لك يعني طب وازاي يعني هو اطاع ده ازاي؟ مش، لا على فكره يا جماعه هو الموضوع ده اتعمل علشان سيدنا ابراهيم ينهي بيه الريتشوال او الطقس الديني اللي كان موجود عند ديانات كتيره جدا اياميها. يعني زي ايه؟ انتوا فاكرين المره اللي لما اتكلمنا انه سيدنا ابراهيم لما كان في الجوله بتاعته بعد حكايه ما هم حبوا يحرقوه الكلام ده وكده، وربنا انقذه وطلع بالمعجزه دي، فهم بعد حكايه الحريق ديت، هم على فكره هم ما خدوش كده من المعبد لما كسر التماثيل بتاعتهم او الاصنام بتاعتهم وخدوه على طول على ما حكايه انه يحرقوه، لا هم في الاول حصل جدل كتير جدا، يعني في فرق كده ما اعرفش بقى كام يوم كام شهر الله اعلم بيها يعني، لغايه ما الموضوع ابتدى الجدل فيه يزيد يزيد يزيد، تمام؟ لان انتوا عارفين الايه يقول لك ايه، فرجعوا الى انفسهم قالوا ايه الايه بتقول ايه يا جماعه؟ قالوا بل انتم الظالمون او حاجه زي كده يعني. المهم يعني ايه، هم رجعوا لنفسهم بعد ما هو قال لهم، يعني فكروا بدماغهم فلقوا ان هم فعلا غلطانين لما قال لهم ايه،
اسالوا كبيرهم هذا، قالوا له ده ما بينطقش ولا بيتكلم. قالوا انت ازاي بتعبدوه اللي ما بينطقش ولا بيتكلم؟ فين عقولكم؟ فقعدوا يفكروا، قالوا عنده حق. فلما الموضوع قعد يحصل فيه جدل 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 كتير، راح جاي راح مقدمينه للمحكمه. فلما قدموه للمحكمه ماشي، حرقوه خلاص ويعملوا خندق ويحطوا فيه النار ويلا ارموه فيه. وبعدين طلع بالمعجزه دي انه ما اتحرقش. فلما حصلت المعجزه دي الملك قرر ان هو ايه، خلاص بنعفو عنه، ده ما نجيش جنبه بقى، يبقى ده حاجه كده ايه، ده في معجزه حصلت ان ده دخل نار وما اتحرقش. فطالبوا بايه؟ انه يطلع بره البلد دي، تمام، ترحيله زي ما احنا بنقوله كده بلغه العصر ده. وطلعت معاه زوجته اللي هي ستنا ساره، ومعاه ابن اخوه اللي هو كان امن بيه وكده، اللي هو سيدنا لوط. ويطلعوا وهم ماشيين بقى في السكه دي بقى لغايه ما وصل مصر بقى. هنا اللي بيقابل فيها الاقوام، اللي هو كل ما يعدي على قوم يلاقيهم دول بيعبدوا القمر، دول بيعبدوا النجوم والفلك ومش، ودول بيعبدوا الشمس. فيقعد معاهم يقول لهم انتوا بتعبدوا ايه؟ بعبد القمر. بقى يفضل ايه، ماشي انا هعبد معاكم. بتعملوا ايه يعني؟ نقعد كده نتفرج عليه ونعبد فيه ونتعبد يعني. ايوه بتعبدوا، بتعملوا ايه يعني؟ بنصلي له والكلام ده وكده. وبعدين ايه، الله ايه ده الشمس طلعت. ما هو القمر يختفي. لا الشمس طلعت وهو اختفى، والشمس شكلها اكبر منه، يبقى اكيد دي الاله بقى. ف تصدق معاك حق. فبعدين تيجي ايه، الشمس تغرب، الله دي قفلت، دي غربت. تمام. معلش انا اسف، جيلي بس تليفون فبعتذر لكم. فالمهم، فهو يعني مشى معاهم بموضوع ايه، المنطق. فنفس القصه الرؤيه ديت برضو، هي طبعا جات له في سوره رؤيا وكل حاجه لان القران بيقول لنا كده، لكن كان بسبب الرؤيه دي وبسبب اللي حصل ده الطقس ده بدا يقف عند كل الديانات الارضيه اللي كانت موجوده اياميها بقى، لان كلها طبعا حاجات محرفه وما كانش لسه الرساله جت. تمام. الرساله اللي هي ايه بقى، اللي هو اصلا سيدنا ادم لما نزل على الارض هو دعا ربنا بيها. تمام. او ربنا وعده بيها، يعني انه ربنا لما قال له ايه، قال له اهبطوا منها جميعا، اما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيجي لكم هدى، هيجي لكم شريعه تمشوا عليها. تمام. وتلاقي عشان كده يعني كان في مثلا سؤال واحد يجي يسال نفسه يقول ايه، هو ليه سيدنا موسى مثلا ربنا كلم سيدنا موسى؟ يعني اشمعنى سيدنا موسى اسمه كليم الله؟ تسال نفسك انت السؤال ده ساعات، يعني تقول لنفسك ليه سموه كليم الله؟ تمام. لانه ربنا اللي خلقنا هو ادرى بينا طبعا، وادرى بقوم زي بني اسرائيل. ان بني اسرائيل دول ماديين جدا، يعني لازم عشان تقنعهم لازم تجيب لهم بالماده كده. فانا ربنا نزل عليا الوصايا العشر وكده، كلمني. كلمك يا موسى؟ كلمني.
مش وحي بقى جالي وسيدنا جبريل لا ده كلمني، تمام. ومع ذلك لا، احنا عايزين نشوفه بعينينا. تخيلوا، ده اللي حصل، اللي هو لما قالوا له يعني خلينا نشوفه والكلام ده وكده، فربنا قال له يعني هم ما يقدروا يشوفوني، بس لو انا شوفوا انا هتجلى على الجبل، لو الجبل ده فضل قاعد تحت رجليهم يبقى يشوفوني. جبل طبعا اتهز وهم ماتوا فيها، تمام، وربنا احياهم والكلام ده. فمع ذلك فضلوا برضو يعني برضو مغلبينه، فهم الرساله ذات نفسها هم ما كانوش قدها. حتى انتوا تشوفوا لما ايه احنا اخرجنا من بيوتنا وعملنا مش عارف ايه خلي ربنا يفرض علينا الجهاد واحنا هنجاهد. متاكدين؟ متاكدين. فلما يتفرض عليهم الجهاد ما يجاهدوش. تمام. واللي يرضوا يطلب منهم حاجات. في القصه اللي هي بتاعت طالوت وجالوت، في نهر هيقابلكم ما تشربوش منه غير غرفه واحده بايدك كده. لا برضه ما يسمعوش الكلام، يتخبسوا، يحطوا عيش يعني يشربوا عادي، وبعدين يحطوا عيش يملوا ميه ويمشوا بيه ايه، يمصمصوا في العيش. يعني احنا ما شربناش بس عن العيش هو مبلول، تمام. زي القصه بتاعت برضك اصحاب السبت، اللي هو في حكايه الصيد والسمك اللي كان بيجي لهم يوم السبت، اللي هم حقيقتهم فيه السبت ده سبت عندهم، ما بيتحركوش او ما بيصطادوش وما بيولعوش نار والكلام ده وكده. وبعدين الرساله طبعا ايه تيجي تكمل بعد كده. سيدنا عيسى ما فيهاش رساله كامله، لكن هو حب يصلح الطريق بس ليهم مجموعه من التعليم ومجموعه من النصوص. وبعدين تنزل الرساله المحمديه اللي هو زي ما قلت لكم ايه، اللي زي اللي ربنا قال سيدنا ادم عليها: اما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واللي احنا قلنا ايه في الحلقه اللي فاتت، في اللقاء اللي فات ايه، ومن يعرض عن ذكري الى اخره. فاللي حصل انه سيدنا ابراهيم وقف الطقس ده في الديانات التانية. سيدنا ابراهيم ما جاش يعني ما جاش بالدين اللي هو بتاع سيدنا محمد، او لا جيب الشريعه ولا جيب اي حاجه، تمام. هو قال ايه؟ وانا اول المسلمين، او انا من المسلمين بس. فايه، فبدا انتوا تاخدوا بالكم ان تلاقوا الطقس ده فعلا خف في الاديان، لكن زي ما بقول لكم لا، لسه في ديانات بتمارس الطقس ده. وكان شائع عن اليهود على فكره ان هم حرفوا في الدين بتاعهم ورجعوا الطقس ده تاني عندهم. وطبعا في معروفه الحكايه اللي هي بتاعت فطيره عيد الفصح والكلام ده، بس في ناس يقول لك دي بروباجندا ومعادات للساميه كلام يعني هنخش فيها الجدل كبير. لكن في حوادث مسجله حصلت في حلب وفي دمشق، وحصلت عندنا في اسكندريه في المنشيه. يعني في حادثه معروفه حصلت في المنشيه عندنا في اسكندريه. وطبعا في اوروبا انت بقى عد بقى كل الدول اوروبا دي، ما فيش دوله كده او ما فيش مدينه هتخشها غير لما تلاقي عندهم القصه دي قديمه، بس هم دلوقتي بطلوا يتكلموا عنها. سويسرا دي كان فيها تمثال كبير كده لواحد يهودي بياكل طفل صغير ومكتوب عليه تمثال عيد الفصح، او تمثال كحكه عيد الفصح او فطيره عيد الفصح. يهودي ياكل الطفل وبياخد دمه ومش عارف ايه. كان يعني يقول لك ان هو ياخد طفل صغير كده اللي هو عنده 12 13 سنه ويربطه في السرير. السرير ده طبعا بتشال منه المرتبه وكده على الحديد بس او كده، وايه، ويحط تحت منه تشت ويقعد يغز سكاكين في معدته ويخلي الدم يقعد يتصفى، وبعدين الدم ده ياخدوه يعملوا بيه ايه، الفطيره بتاعت عيد الفصح. طبعا الكلام ده النهارده لما انت بتقوله ده معاداه للساميه طوالي. ما تقدرش تقوله. فايه، طيب العقليه بقى اللي هي زي ما بقول لكم اي واحد بيخش في دين هو الهدف من الدين ده انه يخليك انسان افضل، يعلمك مجموعه من الاخلاقيات. ازاي المخ ده نفسه يقبل فكره ان انا هذبح ابني او بنتي واقدمه قربان بشري؟ اذا احنا هنا بنتكلم على المخ ده في حاجات غامضه جدا 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 وشديده الغموض. يعني في برنامج عملته قناه البي بي سي من كام سنه، انا فاكر يمكن في 2004 او 2003، كان اسمه مكان الله في الدماغ. يعني الاسم بتاعه هو الترجمه بتاعته كده يعني، تمام. God in the brain كان اسمه تقريبا، او the place of God in the brain، حاجه زي كده. الفيلم ده النهارده انت مش هتلاقيه لانه اتشال
عشان ايه؟ طبعا جاي شكاوي كتير قوي من العلماء والناس العلمانيين والملاحده، وقال لك ده غلط اللي انت قلته. الفيلم ده عملوا ايه؟ جابوا مجموعه من الناس المؤمنه ومجموعه من الناس الملحده او الغير مؤمنه، تمام؟ والمؤمنين دول جابوهم من ديانات مختلفه، يعني مسيحيين كان كتير منهم، ومسلمين وكذا حاجه، وبوذيين، وعملوا عليهم سكاننج على الدماغ. انا مش عارف في حد هنا شاف الفيلم ولا لا، انا ببص على ايه، على الشات، لو في حد شافه يبقى يقول لي. انا يمكن يكون الفيلم ده عندي، لان كنت انا بعمل اياميها حاجات كتيره كانت عندي متسيبه على كمبيوتر، بس انا مش عارف لسه عندي ولا لا. لكن هو دلوقتي اتشال من كل البلاتفورمز، ولا موجود على اليوتيوب ولا على البي بي سي نفسها ولا اي حاجه. بس انا فاكر ان هو كان عندي اكيد مسيبه كده عندي، ابص على الهاردات اللي عندي لغايه ما الاقيه يعني. المهم، ففي الفيلم ده جابوا الناس ديت وعملوا عليهم سكاننج على دماغهم، اشعه مقطعيه والحاجات ديت وكده، وكانوا مجموعه من العلماء وقاعدين بيتابعوا من على الشاشات ايه اللي بيحصل في الدماغ، تمام؟ على حاجات ليها علاقه بالدين، بالتدين، على افكار ليها علاقه بالالحاد، ويشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط في الدماغ، لان في مواد كيماويه بتتفرز في الدماغ، تمام؟ ولقوا ان في حاجات بتتفرز عند الناس المؤمنه مش موجوده عند الناس الملحده او اللي ما بتؤمنش. وخلي بالكم هم هنا جايبين ناس متدينه جدا، وجايبين ناس ملحده جدا، ملحده اللي هو يعني ما بتعرفش تقنعه. يعني تيجي تقول له مش عارف، يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها الله، ولا في حاجه اسمها كذا. تقول له يا عم، يقول لك لا لا لا، هي الدنيا دي بدات كذا. ويعني يعرف يقعد يجادل معاك، ما تعرفش تاخد معاه ولا باطل يعني، تمام؟ ويعرف يفهمك. فايه، لقوا انه الافرازات ديت هي موجوده عند الانسان المؤمن، لان في تلفيفه معينه موجوده جوه المخ دي مش عند التاني ده خالص، تمام؟ طبعا هو الطريقه اللي وقفوا بيها الفيلم بعد كده ولغوه، ان قال لك ان ده في هنا شبه تحيز معرفي، ان اللي عملوا الفيلم لا هم عاملينها وقصدهم كده، ده مش شرط، تمام؟ زي لما تيجي تقول على ان واحد مجرم في عنده افرازات غير الناس العاديه، طب ما الله، طب ما هو ده على فكره علميا مثبوت، تمام؟ يعني دالمر ده اللي هو كل الناس بتتكلم عن المسلسل بتاعه اتفرجت عليه، الراجل ده هو نفسه why do you do that لما بيسالوه في تحقيقات، يقول لك I don't know I love them. انتوا عارفين القصه هي ان هو كان مجموعه من الشباب يعني يتعرف على واحد شاب ومش عارف ايه، وهو يمارس معاه الشذوذ او الوساخه دي، وبعدين ايه، يقتله، وبعدين يذبح، وبعدين بقى ياكل من اللحمه، ها؟ وبعدين لما بيسالوه في تحقيقات انت ليه عملت كده، قال because I love them I loved them، عشان حبيتهم. طب هو في حد يحب حد يذبحه وياكله؟ yes I don't want them to go. ايه الدماغ دي؟ فيقعدوا يسالوه، هو شايف ان هو بيرد رد منطقي، انت طبعا بالنسبه لك رد بشع اللي بيقوله لك، تمام؟ ف انا مره فاكر واحده قالت لي ايه، افرض انا هسالك سؤال، قلت لها ايه، كانت واحده سويديه قلت لي افرض ان انت ركبت طياره والطياره دي وقعت، انتوا عارفين القصه المشهوره اللي هي بتاعت الطياره اللي وقعت في الارجنتين او في حته زي كده، او في تشيلي حته زي كده في السبعينات، وفي ناس نجوا من الحادث، وبعدين قعدوا بعدين طبعا ما فيش لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، فبداوا ياكلوا، كل واحد يموت منهم بداوا التانيين ياكلوه. عارفين الحادثه دي مشهوره جدا يعني في السبعينات تقريبا او حاجه زي كده. فاحنا يعني كنا بنتكلم على حاجه، فهي راح جت اخذ الحوار للحادثه دي، بس قالته لي بشكل بقى ايه، قالت لي هو انت لو مثلا راكب طياره والطياره دي وقعت بيك، قلت لها اه، قالت لي وانا وانت مثلا كنا في الطياره دي ومجموعه من الناس واحنا نجينا، قلت لها اه، قالت لي لو انا مت مثلا قدام منك ممكن تاكلني؟ قلت لها اكل ايه القرف ده؟ قالت لي ما فيش اكل ولا شرب. قلت لها لا طبعا، انت تكليني؟ قالت لي طبعا اكلك واكل ابوك كمان. ايه، تقول لي ايوه واي نوت اي كانت فايند، وفضلت تفلسفها لي بشكل. فانا اقول لها بس ازاي ممكن تاكلي بني ادم كان قاعد قدام منك، ويمكن كان راكب في نفس الكرسي، كان راكب على الكرسي اللي جنبك، وصديقك ولا صاحبك ولا ممكن يكون جوزك ولا اي حاجه يعني، تمام؟ لا عادي. طلعت ازاي؟ اللي هي قدمتها لي بالشكل اللي هو ايه، ما الضرورات تبيح المحظورات. يعني بدون الصيغه ديت، بس هي قالتها بشكل
ترجمه الكلمه دي. انا فضلت قاعد مستغرب جدا يعني، فبقول لها يا نهار ابيض، يعني انت على فكره انا كده اقلق منك. تقول لي لا انت حياتك ما تقلقش مني، انا انسانه واقعيه. قلت لها واقعيه ازاي؟ قالت لي ايوه افرض دلوقتي مثلا حصل مجاعه هنا في البلد، مش هقول لك طياره وقعنا والكلام ده وكده. قلت لها، قالت لي وانا مثلا انا مت دلوقتي قدام منك، عادي يعني كلني. قلت لها اكل ايه؟ فانت بتعرف هنا ان الدماغ فيها حاجه مش مظبوطه يعني. وفي حادث مشهور في المانيا برضو، واحد كان نشر اعلان كاتب فيه على النت عايز حد اكله. تمام، الناس طبعا بتروح دي ويب، الحاجات دي موجوده كتير قوي قدامك في سوبر ماركت جوه. تمام، الحاجات دي يعني. قال لك انا عايز واحد اكله. فواحد شاب شاف الاعلان فراح قدم تقرير للشرطه او بلاغ يعني للشرطه، قال لهم شفت اعلان غريب جدا، في واحد عامل اعلان بيطلب ان هو عاوز حد ياكله. تمام، فقال له ده الانترنت بقى وناس فاضيه ومش، قال لهم لا الراجل ده شكله مش ناس فاضيه، لانه الاعلان قاعد بقاله كتير وكده. فقال له شوت بيها جوك ومش عارف ايه وكده. المهم هو الفضول اكله، فراح جاي بعت له بس لا بيحدد معاه ميعاد، فراح جاي يروح لهم تاني مكلمهم تاني. فهم بداوا الله يعني ايه يعني الكلام ده حقيقي؟ قال لهم طب جربوا بنفسكم. فبدا ظابط يتكلم معاه، فلقى ان الراجل بيسالك ايه بقى، يقول لك ابعت لي صورك وقول لي شكلك ايه وعامل ايه ونظامك ايه كده وتمام، والله وانا هشوف يعني هاكلك ولا مش هاكلك. تمام، ليه؟ لان انا ليا ستايل برضك في الحاجات اللي انا يعني بهرمرم. فاكتشفوا ان هو اصلا جاي له طلبات كتيره جدا. عارفين زي الراجل اللهبل اللي على الكلاب هاوس ده، انا جاي لي مش عارف 200 سي في واحده عايزين يتجوزوني. فطلع ان في معاتيه، على فكره هو ممكن يكون صادق في الكلمه دي، الراجل اللهبل البروف ده. فعادي هو ممكن يكون صادق في الكلمه دي. ليه؟ لان في معاتيه كتير. الراجل ده اللي في المانيا ده كان نفس القصه كده، جات له رسائل كتيره من ناس عايزه تتاكل. وفي الاخر حدد معاه مع واحد وايه، واحد بقى مش جاهل بقى ولا متخلف عقليا، واحد مهندس مش عارف ايه بتاع اي تي وشاب كده محترم والكلام ده وكده. وراح له البيت وقال له انا عايز اخد معاك التجربه والكلام ده وكده. قال له ماشي تمام. سوري يعني انا اسف بقى في اللي جاي ده ها. فيعني قطع له عضو الذكري وطبخه له وقعدوا ياكلوا فيه الاثنين مع بعض، وبعدين قعد بقى يقطع فيه بقى وراح جاي يقطع له حاجه بشعه. وتخيلوا بقى يا جماعه كل ده عامله لايف فيديو بيصور. تمام، وعلى فكره في اوروبا وفي الغرب الناس عارفه كلها الحاجه دي بيسموها ايه، كانابيس باين او حاجه زي كده ها، اللي هم الناس اللي بتحب تاكل لحوم البشر. معروف ان الالمان عندهم الموضوع ده يعني في شبه منتشر. يعني واحد الماني كده تقول له انت ايه، اوعى تكون من الناس الكنابز اللي بياكلوا طبعا انت لو قلت واحد الماني كده ممكن يضربك بحاجه يعني، بس انت ما تقولوش. بس الموضوع ده بسبب انتشاره في المانيا فبقت سمه كده بيتصفوا بيها ان الالمان والله الناس بتوع كنابز بياكلوا لحوم بشر. فايه فراح جاي البوليس بقى جه، لقوا الراجل ده متقطع بقى وفي فخد وبعدين هم لما قلبوا في الديب فريزر عنده لقوا انه في فخدين من ناس مقتوله قبل ايه ده. الله، انت جالك زباين كتير قبل كده بقى ومش عارف ايه، هوب حكموه، مش هو عايش لغايه دلوقتي ياخدينه مدى الحياه في السجن يعني. تمام. ايه ف العقليه دي برضك بتفكر ازاي؟ فهم يقول لك لا هو المجرم ده بقى في عنده افراز مش عارف ايه زياده. لما انا قعدت اقرا في الحاجات اللي هي بتاعت السيريال كيلرز والكلام ده، القضايا بتاعتهم، ما هو في القضايا بتاعتهم بقى في الكتب اللي بتلاقيها بره دي ما بتكونش فيها التحقيقات بتاعت الشرطه بس، انما السايكولوجيست اللي اتكلموا معاهم في منهم بيقبلوا بيتم معاهم ديل يعني مع البوليس، يقول له والله في مجموعه من العلماء عايزين يعملوا عليك اختبار. تمام، او يدخلوك في تجربه كده، عايزين يعني يشوفوا افرازاتك ايه في دماغك ومش عارف ايه. ويجيبوه بقى يعني واحد زي ده مثلا اللي اكل التاني ده، يروح جاي جايبين له الفيديو بتاعه وقاعدين معادينه وحاطين له حاجات على دماغه كده متوصله بكمبيوتر واجهزه عندهم عشان يبتدوا يشوفوا الافرازات اللي في دماغه، ويبتدوا يعرضوا له الجريمه بتاعته اللي عملها دي متصوره. ويبداوا او لو هو ما فيش حاجه متوفره من عنده بيجيبوا حد تاني يعني، ويبداوا يشوفوا ايه اللي بيحصل في دماغه والافرازات اللي بتطلع في دماغه، وازاي هو جيت اكسايتد ولا جيت ساد ولا جيت هابي ولا جيت وات. فاهمني؟ يعني ايه التفاعل اللي بيحصل في دماغه. فايه الافرازات ديت
بيقدروا يطلعوا منها بنتائج. طبعا انت ما بتجيبهاش بقى من واحد بس، انت بتجيب كذا مجرم وكذا حادث وبكذا طريقه، وبتبتدي تعمل ابحاثك عشان تعرف طب هم بقى في المنطقه دي اثبتوا ان في افرازات معينه، وان في مش عارف ايه، وان هم في بينهم بيبقى عندهم العضو ده اكبر شويه من غيرهم، وفي مش عارف ايه والكلام ده. طب اشمعنى في الدين قلتوا لا ونلغي الدوكيومنتريز ديت؟ تمام. لان الدين طبعا اثبتت ان الموضوع ده ليه علاقه بافرازات في الدماغ، وان في حاجه محروم منها الملحد ده او الكافر ده. وبالرغم من كده انا لما بتكلم مثلا مع مراتي، وهي واحده يعني متخصصه في جهاز مناعي وحاجات علميه، وتنشر يعني مقالات علميه كبيره يعني للباحثين مش للناس العاديه، مش في جرايد ومجلات يعني، لا دي حاجات تانية. مع ذلك لما باجي اتناقش قالوا لي لا هم صح. لهم صح ليه؟ قالت لي لا لان فعلا فريق العمل اللي اشتغل في الفيلم ده كان عنده تحيز معرفي، ما كانش عنده مهنيه في الحته دي، وهو حب يقولها كده يعني. بس عموما ايا كان ده برضو بيرجعك لحكايه ان الدماغ دي او المخ ده مش حاجه عاديه. تمام. وبعدين لما تيجي تسمع بقى او تيجي تحب كده تشوف واحد مثلا عايز يكلمك عن الدماغ، فيجي يقول لك بص اصلا الدماغ دي يا باشا عباره عن فصين، فص شمال وفص يمين، فالفص اللي مش عارف اليمين ده متعلق بالارقام ومش عارف ايه والكلام ده، فتلاقيه انت ايه هو انسان كده جد يعني شويه، واليمين ده مش عارف، والشمال ده مش عارف متعلق بالفن والكرياتيفيتي ويرسموا لك بقى رسومات. انت عارفين بقى الحاجات اللي هي الزغيبه اللي بتطلع لك دي على تويتر وعلى انستجرام والكلام ده. طبعا هو الكلام ده في حاجه من الصحه، لكن سطحي جدا، لان الموضوع لا اكبر من كده. انت في عندك فصوص في الدماغ اصلا ككلمه. في فكره الناس بتفتكر الدماغ هي المخ، او في ناس ثانيه يقول لك لا الدماغ هي راسك يعني، لكن المخ هو اللي موجود جوه. لا، المخ هو جزء من الدماغ، في حاجه اسمها المخيخ ده جزء من المخ. تمام. وفي عندك بقى الالياف العصبيه والجهاز العصبي والكلام ده وكده. تمام. فانت اللفظ ذات نفسه واسع شويه كبير شويه، لكن لما انت بتيجي تروح للمخ ذات نفسه بيتقسم بقى لفصوص. تمام. اللي هو انا حاطط لكم صوره كده وتلاقي فيه مناطق، كل منطقه كده بلون. تمام. ولما تيجي تخش فيها وتبتدي تفهم دي مسؤوله عن ايه ودي مسؤوله عن ايه ودي مسؤوله عن ايه، تلاقي نفسك قدام عالم عجيب، عالم عجيب. ويشرح لك ازاي بيحصل نوع من المرض لفلان، ازاي واحد بيكذب. تعرفوا يا جماعه الكذب اللي هو في ناس عندهم الكذب حاله مرضيه. يعني في الكذب العادي ان انت تكذب عادي، يعني بتكذب كنت في موقف محرج فاضطريت انك تكذب، لا حبيت كده ايه. لكن في واحد تلاقيه بيكذب لا اراديا. تمام. اللي هو احنا نقوله عليه ايه كده، نقوله عليه فشار مثلا طول الوقت يعني في سبب ساعات ما لهاش سبب. تمام. يعني رقم ميكروباص جنب واحد فضل يقول له انا غني جدا على فكره، انا عندي عربيه فراري وراكنها في الجراج، بس انا احب اركب في وسط الغلابه ومش عارف ايه. طب يعني لو راكب جنبك ده واحد غلبان يعني انت تستفيد ايه لما تقول له كده؟ طب انت قلت له الكلمتين دول. تمام. وبعدين نزلت، لا انت هتشوفه تاني ولا هيقابلك ولا هتقابله ولا حاجه. لا، عنده مرض الكذب. تعرفوا بقى ان ده اصلا هو عباره عن افراز كيماوي في المخ، ودلوقتي بره بيعرفوه من الاطفال الصغيرين. يعني انت مثلا بتودي ابنك الحضانه، بتبتدوا يلاقوا ابنك ده بيقول ايه. طبعا في تقارير بتتكتب بقى في الحضانات وحواديت يعني، وييجوا يلاحظوا ياخدوا بالهم من طفل يعني، فيجي ياخدوا بالهم ان الطفل ده كذاب شويه، او مش كذاب شويه، كذاب كتير. تمام. وبسبب وبدون سبب، وبيقول حاجات عجيبه يعني هي حاجات مش راكبه. تمام. فايه يبتدوا ياخدوا بالهم من الموضوع ده، ويبتدوا يقول لك ايه، لا تعالى احنا طبعا اول حاجه طبعا الموضوع بيبقى بسيط في الاول. يعني بيجي مثلا يجيبوا، انت بيبقى فيه اللي هو عارفين اجتماع اولياء الامور ده اللي اهلنا ما كانوش بيجوا فيه زمان ده عندنا في مصر لانه لو جم يقولوا لهم لازم تدفعوا 6 جنيه عشان نزين الفصل والكلام الفارغ ده. لا، هو بره بقى اجتماع اولياء الامور ده مهم جدا. وبعدين بيبقى في اجتماع اللي هو اولياء الامور ذات نفسهم كلهم مع بعض، وفي اجتماع بقى اللي هو حاله خاصه انت بياخدك انت لوحدك، كل واحد لازم ياخده لوحده. تيجي المدرسه او الكام واحده اللي بيتابعوا ابنك يقول لك بص بقى تعالى ابنك عنده مثلا كذا 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 كذا.
فرط الحركه والحاجات العبط اللي عندنا دي، اللي هو يلا روح اديله برشام ومش دي حاجات مدمره يعني. طبعا ده بيعملوها في الدول المتخلفه زينا وزي امريكا يعني. امريكا دوله متخلفه، ده عالم ثالث برضه. لكن ده مش ده اللي بيبصوا عليه، هم بيبصوا على حاجات تانية، مثلا بالذات موضوع الكذب اللا ارادي ده. ويبدا لو لقوا الموضوع ده في الناس اللي بتبقى طبعا شغاله في الحضانات دي بيبقوا دارسين مواد تربويه ومدرسين حاجات يعني مظبوطه يعني تمام، فبيبتدي يقول لك لازم يتحول لاخصائي. تمام. يعني زي ما قلت لكم انا في الجامعه، انا كبير اهو، جيت هنا الجامعه في النرويج، راح جاي مدرسه قالت لي انت عندك ديسلكسيا. قلت لها نعم. قلت لها مش عارف، انا ما عنديش والله، انا جايب معايا كشكول والقلم واعرف ايه ديسلكسيا دي. قالت لي انت تعرفش ايه ديسلكسيا؟ قلت لها لا اول مره اسمع عنها. فقالت لي ان انت بتنطق حرف قبل حرف او كلمه قبل كلمه والكلام دوت وكده. هي مش حاجه وحشه بس يعني ممكن تبقى حاجه مزعجه يعني. طب ايه حولتني الاخصائي. فهو نفس القصه، بيجي يقول لك ايه، لا ابنك ده حوله الاخصائي، فبيبتدي الاخصائي ده يشوف ابنك ويتابعه مش عارف ايه وكده. عارفين لو هو طلع عنده الكذب اللا ارادي ده غير قادر على التحكم فيه، مش بيكذب وخلاص، مش ابنك بيفشر في حاجه بسيطه يعني. مثلا انا بنت اخويا كانت تيجي تقول لك انا شفت اسد ابيض واقف على السلم يا ستو، كانت تيجي تقول ماما يعني قلت له ايه، ورحت جيت ماسكها كده قلت له بقول لك ايه يا اسد انت تمشي من هنا. فقال لي لا انا مش همشي، انا طالع عشان اكل ستو. فانا رحت جيت مسكت اولاده. ده خيال اللي بتقوله، ده خيال. مسكت عيال اسد، واسد لونه ابيض، ما فيش اسد لونه ابيض، في طفرات بس ما فيش يعني، ما شافتش اسد ابيض قبل كده. لكن اللي بتقوله ده خيال. لكن لا، الكذب بقى التاني بقى، ولما يبقى حاله مرضيه ومفيش كنترول عليه خالص، فيبتدوا يدوا ايه، يدوا حاجات تقلل الافرازات ديت. تمام. يدوا حاجه انواع من البرشام او حاجه تقلل الافراز ده عنده، لان هم بيقدروا يحددوه، بيعرفوا انه عنده افرازات من دي كتير جدا. وعلى فكره كتير جدا من الاضطرابات النفسيه اللي انت بتشوفها بقى حالات مرضيه كده مستعصيه عند الناس دي، لما بتكبر زي شويه المخابيل اللي معانا على الكلاوز دول يعني كانت ممكن العقد بتاعتها تتحل وهم صغيرين بسهوله جدا. تمام. يعني الراجل البروفيسور ده عنده بلاوي، تمام، عنده بلاوي بما فيهم بقى ايه الكذب اللا ارادي والكلام ده، او ده كان ممكن يتعالج هو صغير. تمام. لكن هو كبير كده الموضوع ده كومبليكيتد جدا. فانت قدام عضو غامض، بما مش غامض علينا احنا، غامض على العلماء ذات نفسهم اللي احنا هنتكلم بقى هما بيقولوا ايه وشرحوه ازاي ولقوا ايه، وكل الكلام ده هو مازال غامض عليهم ولا يعرفوا عنه اي شيء. ولذلك انت تلاقي الدراسات، كل الدراسات اللي فيها كل ما تقرا فيها تلاقي مثلا ان في دراسه جديده لسه طالعه 2021 بتقول كذا 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 عن المخ، في دراسه تانية بتقول ان مش عارف الجسم الصنوبري مسؤول عن، مش الجسم الصنوبري ده فين ده يا حاج، الجسم الصنوبري ده بقى جوه خالص ناحيه المخيخ ومش عارف، وكانوا زمان يعتقدوا ان ده هو ده اللي فيه الروح يعني بتاعت الانسان. تمام. ويطلع حاجه تانية يقول لك لا ده التلفيف اللي قبل المركزي ده فيه مش عارف ايه، وهو اللي مسؤول عن القشره الحركيه الاساسيه. بعدين يرجع بعديها بسنه يقول لك لا دي طلع دي اصلا فيها الوصلات بس، لكن احنا اكتشفنا حاجه تانية جو، حاجه قمه في العجب. كل ده انت بتتكلم على عينه واحنا قلنا ايه بقى، كل بني ادم مختلف عن التاني، زي كده بصمات الصوابع دي مختلفة، كمان بقى السلوكيات والحاجات دي مختلفة بشكل غير عادي. يعني انت ما ينفعش بقى انت تقول ايه العينة دي في المخ ده كده يبقى كل المخاخ دي زي بعض، لا ما هي مش استنباط بقى، مش استنباط. فالموضوع ده بتاع المخ رحلة فعلا عايزين نخش فيها، بس انا كنت عايز زي ما قلت لكم اعمل الغرف اقل شويه، تبقى هي لمده ساعه ولا حاجه زي كده. حد بيقول لي مين ادانا في العتاق ده؟ ماشي اوكي. معلش بس ايه كده رسالة، بس هو الراجل مش موجود يعني مش شايفه.
هو فعلا كاتب حاجات غريبة على الشات، أنا مش فاهم فيه إيه. بس أوكي ماشي، أنا بعتذر لك. الكذب أساسي عنده اضطراب الشخصية النرجسية مع كل نفس بيطلعه. أنت بتتكلم على البروف طبعا. لا ده كده يعني ممكن يتاخد وزي كتير تانيين موجودين يعني هنا برضو ك كنموذج يتدرس عليه والله. يعني في ناس بتسمع منهم حاجات عجيبة، تمام؟ فانت دول يتاخدوا كده والله فعلا، يعني يتدرس عليهم في الكليات بتاعت علم النفس بقى والحاجات ديت اللي ليها علاقه بالاعصاب. ف انا مش عارف هل هستطيع ان انا اكمل واخش بقى في الرحله دي جوه المخ من الناحيه التشريحيه، ولا اخلي دوت لغرفه تبقى ان شاء الله يوم الثلاث. يعني انا اجي يوم الاثنين وخلينا يوم الثلاث، لاني هخش في الحته اللي هي بتاعت كلها مصطلحات وحاجات كتيره جدا وكده. فاحنا بس نعتبر النهارده عملنا تمهيد كده، واشرح لكم بقى ممكن كده في الحته دي اشرح لكم العنوان ده بالظبط عشان ايه نبقوا فاهمين احنا بنتكلم عليه. احنا قلنا رحله الى عقلك، وقدمنا كده مقدمه او تمهيد ليها، تمام؟ المره الجايه هنتكلم بقى على من الناحيه التشريحيه والحاجات ديت، والفصوص دي عباره عن ايه، وايه وظيفه ده، وايه لو حصل فيه خلل بيحصل ايه، وده بيأثر في ايه، والكلام ده كده، تمام؟ لكن رحلة إلى عقلك فلا تكن دون كيخوتي دي لمانشا يا سحلول، تمام؟ ايه الباقي ده بقى؟ دون كيخوتي ده يا جماعة، دون كيخوتي دي المانشا ده اللي هو بنسموه احنا ايه بالعربي دون كيشوت باين، اللي احنا بنكتبها كده بالعربي، لكن هو بالاسباني دون كيخوتي، تمام؟ دون كيخوتي ده شخصية روائية، يعني هي شخصية في رواية اللي هي مشهورة جدا، اللي هو الراجل اللي بيحارب طواحين الهواء. الرواية دي يا جماعة أول رواية تتكتب في التاريخ. يعني قبل كده كان الفن كان هو عبارة عن مسرح. من أيام الإغريق عملوا مسرح، الرومان كملوا بعدين مسرح، وبعدين وصلنا احنا لغاية فترة الرينيسانس بشكسبير والكلام ده، كل ده مسرح، تمام؟ أول نص روائي يطلع كان هو بتاع دون كيخوتي ده في سنة 1600 وحاجة، 1620 24 حاجة زي كده يعني، في النص الأول من القرن السابع عشر اللي هو 1600 يعني، تمام؟ الرواية دي العلم بقى ناس كتيرة ما تعرفوش مننا احنا كعرب ومسلمين، ان هي اتكتبت على شخصية اللي هم احنا اللي هم بيسموهم ايه بالاسباني، بيسموهم الموريس. الموريس دول اللي هم مين؟ المسلمين اللي تم تنصيرهم او تم الردم عليهم بعد سقوط الاندلس، تمام؟ فهو الشخصية حقته على فكرة دون كيخوتي ده هو حقته اساسا هو واحد مسلم، تمام؟ لما اتكتبت الرواية كانت اتكتبت على الاساس ده، وقاعد بيحارب طواحين الهواء، يعني بيعمل غرف عن الزلازل والبراكين، بيجي يقول لك تعالى احنا هننزل 11 11 يا جدعان، والسيسي هرب والسيسي مش عارف ايه، بيحارب طواحين الهواء. واحنا الحمد لله يا جماعه عملنا امبارح غرفه، والنظام عمل مش عارف ايه، ورجليه خبطت في بعض، وطيازه خبطت، وكلام بقى الفارغ اللي انت بتاخده ده، تمام؟ انت تيجي تبص تلاقي ان احنا في الاول والاخر قاعدين على حته قهوه يعني بندردش يعني، تمام؟ انت لا تقدر تحرك اصلا ذبابه تحت، تمام؟ واظن عدى عليكم 10 6، عدى عليكم مش عارف يوم ايه تاني، وعدى عليكم 11 11 وكل الكلام ده. الكلام ده ممكن انت تعتبره محبط، تعتبره زي ما تعتبره، تمام؟ احنا بنتكلم على الواقع اللي احنا فيه. القوة بتاعت الكلب اللي بيحكم البلد دي كل لحظة بتزيد. النظام اللي موجود ده نظام متشعب وشديد جدا جدا لدرجة لا يمكن تتخيلها. واحنا كشعب وعي والكلام ده زيرو واقل. وانا هنا مش بدعي ان انا لا احسن، لا، انا كلنا زيرو. ليه؟ لانك مادام لسه بتشوف ناس بتدافع عن مثلا واحد كلب زي انور السادات اللي هو اصلا سبب كل البلاوي اللي انت عايشها دي، تمام؟ لما تشوف واحد بيتوهك في حاجات ملهاش اي لازمه، تمام؟ تعالى يوم نكفر الشيخ الشعراوي، تعالى يوم تاني نتكلم على ايه، بدل ما انت بتقيم بشكل موضوعي. انا فكره هنا لا مع الشعراوي ولا ضده يعني، تمام؟ بل العكس، انا ممكن انا ضده في حاجات كتيره جدا ملهاش علاقه بالدين، ليها علاقه بموقفه السياسي، ليها علاقه بفتاوي ليه اصدرها بما فيها السلام مع اسرائيل، تمام؟ وتعين وزير مخصوص في الوقت ده عشان كده.
فبعيدا عن الموضوع ده مش هخش فيه. طول ما انت لسه في الخطاب العاطفي والوعي ده ضايع، تمام، هتلاقي بقى ناس كتيرة جدا بتضيع الانرجي بتاعها او الطاقة بتاعتها في ايه؟ في محاربة طواحين الهوى، زي دون كيخوتي. الهدف من حكاية ان احنا نتكلم على الدماغ وتركيبته عاملة ازاي، ان انت لو حبيت تعمل اسقاط على اي حاجة انت بتعملها، سواء بتعمل ثورة، بتعمل بيزنس، شركة، بتعمل خطة لحياتك، بتربي عيال، بتربي اي حاجة، هتلاقيها كلها لازم تكون على نفس التركيبة بتاعت دماغك دي، بالفصوص دي، الجبهة الأمامية والفص الجداري والفص القزلي والحاجات دي كلها اللي في الدماغ. هي انت لو فهمتها كويس تقدر تفهم ازاي تمشي حاجات، امور كتيرة جدا في حياتك، لغاية ايه؟ لغاية الثورة دي نفسها. وامشي بقى انت بخيالك لغايه ابعد حته انت حتى تسقط دوله زي اسرائيل، تمام. وهو الكلام ده مش كلامي ناتج عن ان انا قعدت كده اتحاظلق مع نفسي، لا، هو ده ربنا بيقوله لك، بيقول لك وفي انفسكم، في نفسك انت ذات نفسك هتلاقي الاجابه على حاجات كتيره جدا، تلاقي حلول لحاجات كتيره قوي. فانت لما تهتم بان انت تفهم ده وتفهم دماغك بتشتغل ازاي، بعدين تبتدي بقى تشغل دماغك بقى في كل حاجه عشان تفهم دي ازاي والدوله دي عامله ازاي ومش عارف ايه وكده. لما هتيجي تحارب او هتيجي تخطط لحاجه، هتخطط ليها بشكل صح، مش هتبقى دون كيخوتي قاعد فرحان قوي ان انت عندك غرفه فيها 1000 واحد، ماشي، لكن ايه اللي انت بتقوله؟ يعني الواد اللي اقرع ابو سيستم كل يوم غرفه فيها 1000 واحد، ماشي، وايه اللي بتقوله في اخر اليوم يعني؟ فسا اللي بيطلع يكلمك تسب له الدين وانزل يا ابن مش عارف ايه وانت ولا مش عارف ايه ايه بتاخد ايه بقى انت لما تقعد تسمعه؟ ولا حاجه، تمام. لا بس احنا مخوفين النظام وفلان بيطلع يتكلم علينا ومش عارف ايه. دون كيخوتي دي المانشا سوري يعني، لا ولا الاخر انت بتحارب طواحين الهوا. انت لو حاربت مثلا لو في عجاش ولا احمد موسى ولا اي حد من الاعلام ده، انت كده يعني خلاص يعني وقعت النظام عادي يا ابني، ولا بيفرق معاهم، ده العكس. ده انا لما الاقي الناس دي تتكلم عليك بعرف ان انت شغال معاهم، اعرف ان هم طالعين يلمعوك. الناس دي يا جماعه قعدوا متجاهلين اكتر واحد عمل دوشه للنظام العسكري اللي موجود في مصر، بغض النظر عن تقييمه بقى. احنا بالنسبه للناس مننا كتير بتشوف ان هو هبيد، انا مثلا من الناس اللي بشوفه بيهبط في حاجات كتيره، تمام، بس يعني الراجل يعني انا بيعجبني استمراريته ان هو بيشتغل مع نفسه، بس عمل شويه دوشه يعني، على الاقل فتح بيبان لحاجات تتناقش فيها. اللي هو مين؟ صابر مشهور بتاع تركيا ده، ها، صابر مشهور ده بحته كاميرا وفيديو مش عارف ايه، قاعد كل يوم يشرح ويقول لك مش عارف ايه وام كلثوم كذا، ويهبط ساعات هو هبدات بس اوكي، خلى الناس تشغل دماغها في حاجات، اسقط هيبه رموز كانت موجوده، او مش رموز، هم اتعملوا لنا رموز غصب عننا، تمام. فالراجل ده طول السنين اللي عمال شغال فيهم ويفتح ملفات وحرب اكتوبر ومش عارف ايه، نظام ما فتحش بقه عليه خالص ولا هو بناحيته. ده نفس النظام اللي في يوم من الايام مسك واحد من افضل واحلى المثقفين اللي في مصر، ومن اكتر الناس اللي كانت تقول كلمه الحق في مصر ودفع ثمنها كتير جدا، يوسف ادريس الكاتب المعروف الله يرحمه، وفشخوه شمال وعربي وافرنجي بسبب ان هو بس كتب شويه مقالات على انور السادات، 5 مقالات هم. كان السادات عامل كتاب اللي هو البحث عن الذات، وهو عمل كتاب اسمه البحث عن السادات. لما حبوا بقى يطلعوا عينه عشان يسخنوا عليه الناس وهو مش عارف ايه، واتجندت كل وسائل الاعلام ضده، كتبوا قالوا ايه؟ قالوا الراجل ده في المقالات بتاعته قال ان حرب اكتوبر دي تمثيليه، وهو طلع يستنكر ده وقال انا ما قلتش كده، وانا بعت للاهرام وانا كنت بكتب في الاهرام ازاي رايي ما يتنشرش، وانا ما قلتش الكلام ده خالص ومش عارف ايه. ومع ذلك حسني مبارك بنفسه هو بيتكلم بيقول في واحد كاتب
اسمه ايه هو يوسف ادريس بيعمل نفس طريقه الواد الاقرع ابو سيستم ده. بيقول حرب اكتوبر انا زعلان جدا والله يا استاذ يوسف ان انت تبقى في المستوى ده، بس اشاره للناس انها تكتب الكلام ده. ولما فشل الموضوع ده سوري يعني، نفس الشيخ الشعراوي ده اللي الناس زعلانه منه انه الناس تكفره كده، هو كفر يوسف ادريس وكفر توفيق الحكيم ومعاهم زكي نجيب محمود، الثلاثه حط على الثلاثه تمام. وقال انا اتحداهم، راح جاي هو بقى قال خلاص انا قابل التحدي، هو بيتحدانا ان هو يتناقش معانا تمام. وانا مش عارف هو ليه صنفني ان انا ملحد وشيوعي والكلام ده كله، انا عارف ان الموضوع له علاقه بالسياسه وان هو مطلوب منه كده، لكن انا بطلب المناظره ماشي. هو مش بيقول عايز مناظره معانا، انا هاجي المناظره ديت، لكن مش هساله، مش هنقعد نتكلم بقى في الادب وفلسفه والكلام ده كده، انا هساله اسئله محدده تمام. حضرتك معاهده السلام اللي انت افتيت بيها وان انت ايدت فيها رئيس الجمهوريه وكمان قبلت منصب وزاري في الوقت اللي هو كان ناس تانية ممكن ما لهمش علاقه بالدين بيستقيلوا من المناصب بتاعتهم تمام، زي ابراهيم كامل وزي مش عارف مين اللي اسمه ايه ابراهيم مش عارف ايه فهمي، اسماعيل فهمي رئيس الوزراء اياميها والكلام ده وكده، وزير الخارجيه اياميها. قال له تقول لنا الموقف دوت تشرحه لنا. الحاجه الثانيه موضوع مجلس الشعب لما قال له انت لا تسال عما تفعل، السادات لا يسال عما يفعل ولكن هم يسالون، يعني اخذوا في منصبه الهيه. وعلى فكره بالمناسبه كان قاعد قدامه الشيخ ابو حازم ابو اسماعيل ابوه، فقال له يا شيخ شعراوي لقد نطقت كفرا فاستغفر الله. ودي مسجله في محاضر مجلس الشعب، مفيش حد يقدر يقول لك بقى ده انت كده بتفتروا عليه، لا ده مكتوب تمام. وبعدين حرب لبنان والغزو الشامل اللي حصل ده وتواطؤ من عندنا والكلام ده، وانت ما نطقتش بكلمه. كنت قاعد تطلع على التلفزيون كل اسبوع والاعلام كله قدام منك وما نطقتش بكلمه عن المجازر اللي بتحصل دي. اسرائيل والغزو بتاع لبنان ده، سيبك بقى انت من المشهد بتاع السادات اللي هو بلغ بيجن احتجاج الرسم، ده كلام فاضي يا جماعه، ده احمد زكي فيلم ايام السادات. الموقف كان غير كده خالص، كان في اتفاق عشان يتم تشريد الفلسطينيين الموجودين في لبنان. صبرا وشتيلة اللي اتقتلوا فيها ما كانوش لبنانيين، كانوا فلسطينيين، فما اتقالش ولا كلمه. فيوسف ادريس ده بقى الحمله اللي اتعملت عليه والتشويه والكلام ده كله، لما حبوا يعملوا الحمله دي يمسوا منه قالوا ايه؟ قالوا ده بيقول على حرب اكتوبر انها تمثيليه. تيجي بقى تمر السنين ويطلع لك واحد اسمه صابر مشهور ويبتدي يفتح الملف ده ويقول لك لا حرب اكتوبر كانت تمثيليه، بالرغم ان يوسف ادريس هو ما قالش كده اساسا. يعني هو يوسف ادريس كان بيسال على حاجات في الحرب تمام، حاجات في الحرب بخصوص الثغره والكلام ده والانفراد بالقرار السياسي بتاع انور السادات والكلام ده وكده تمام. ومع ذلك تم تشريد الراجل ده بشكل غير عادي. فانت لما تبقى زي ما قلت لك، لما تبقى عارف، تبقى انت تعرف تحارب الحرب الصح، وتبدا لو هتخطط لحاجه تعرف تخطط لها صح، وما يبقاش بقى الكلام الايه الخايب اللي هو بتاع ايه دون كيخوتي ده اللي احنا قلنا عليه. سحلول ده بقى مين بقى؟ لكم بقى تعرفين، الناس كلها تعرف ام سحلول بس ما يعرفوش سحلول. يعني انت عارفين دايما ايه لما يجي يوصفوا واحده يقول لك هي فلانه يا ام سحلول، لكن الناس ما تعرفش مين سحلول. حد عنده خلفيه عن القصه دي؟ طيب في حاجه كده اللي هو بيسموه ايه اللي هو الادب الشعبي تمام. انا احب الادب الشعبي ده جدا، والادب الشعبي عندنا في مصر يعني يمكن محصورين في كام قصه كده الناس عارفاهم، لكن في قصص كتيره موجوده بس الناس يمكن ما تعرفهاش، ومنهم قصه سحلول تمام. اللي احنا بقى ايه يعني احنا اختزلناه في ام سحلول. بس سحلول ده كان في راجل وست فلاحين، ويعني ربنا عاطي الراجل دوت ارض وفلوس وكل حاجه والدنيا معاه يعني كويسه وكل حاجه، هو ومراته، متجوز واحده ست جميله جدا وقمر وبنت عيله وكل حاجه، لكن ما كانش ربنا بيرزقهم باطفال. ففضل يدعي ربنا يا رب ارزقني بطفل، يا رب ارزقني بطفل، لغايه ما ربنا ايه كرمه بالطفل ده. فلما اتولد الام سمته ايه سحلول. طبعا سحلول انت زي ما بتستشف كده من الاسم انه يعني بيبين ان هو واحد يعني ايه زي ما نقوله كده عليه واحد فقري، واحد على قده تمام، واحد يعني زي تقول unlucky تمام، مش يعني منحوس تمام.
نحس. فسحلول ده هو اتولد وهم بقى ايه خايفين على سحلول جدا، فهم سموه الاسم ده عشان ما يتحسدش كعادة الناس يعني في الارياف او الناس القديمه ديت. وفي نفس الوقت كانوا بيبعدوه عن كل الناس ومش عايزين حد يقرب منه والكلام دوت وكده. فسحلول ده اتربى كده في رفاهيه قوي لكن مش محتك بالناس خالص. تمام. وبعدين جه سحلول ده ابوه غني بقى وعنده ارض وعنده تجاره ومش عارف ايه، وسحلول يكبر وراح مدرسه ومش عارف ايه والكلام ده وكل حاجه، بس ايه فاشل. سحلول بيسقط في المدرسه، مش شاطر يعني، مضيع. تمام. وجه في يوم سحلول كل حاجه تحصل له لازم يقول لك ايه، اصل انا منحوس، اصل انا هم سموني سحلول، اصل انا كذا، اصل انا كذا. يعني دايما ايه بيلوم على حظه وشايف ان حظه ده زفت ومش عارف ايه، وبص حتى ابويا وامي اغبياء، حتى من كتر حظي الوحش سموني المنحوس. تمام. سموني سحلول. ومقتنع تمام الاقتناع بالكلام ده. تمر الايام وتيجي الايام والاب والام يموتوا. تمام. وسحلول حقيقته بقى ورث كل الحاجات ديت وكده. وبعدين هو كان سقط في المدرسه بقى وما كانش كمل تعليمه، فكان شايف نفسه ان هو حظه وحش. المهم حاول يعمل ايه مشروع، المشروع فشل منه. ابوه طبعا في حياته كان حاول يعمل له كذا حاجه وهو كل حاجه يفشل فيها، فهو خلاص بقى قال لك انا ايه فاشل خالص وكده، فانا هروح يعني لازم اشوف حل في موضوع حظي ده، وطول الوقت يندب حظه يعني. فجاي حد قال له ايه، قال له على فكره في واحده ساحره يعني بتقرا الحظ. تمام. وديت انت لو رحت لها هي هتقول لك حظك ايه في الدنيا ديت، علشان خاطر ايه يعني تشوف انت ايه الحاجه الكويسه وتروح لها يعني وكده، يمكن ايه تلاقي حاجه كويسه تغير حالك. قال له ماشي. وراح سحلول ايه طالع في السكه ومشي. فضل ماشي ماشي ماشي، المسافه بعيده طبعا، بدأ يقطع ايه الصحراء. فجاي عدى على ايه، عدى على جه قعد كده في حته وقال اريح فيها وينام كده. فهو نايم بص كده لقى ايه حاجه بتزق فيه، فتح عينيه بص لقى ذئب قدام منه. ايه ده ذئب؟ قال له اه اكلك. قعد يعيط. قال له ايه ده انت بتعيط ليه؟ قال له اصل انا سحلول. قال له يعني ايه سحلول؟ قال له انا اسمي سحلول وانا حظي وحش في الدنيا، وانا بص مش عارف ايه ده، انا حتى رايح اشوف حظي، شوف حصل لي اديك هتاكلني وكده. فالذئب بص له كده صعب عليه، قال له انت هتروح للساحره دي؟ قال له قال له طب يا عم بقول لك ايه. قال له ايه؟ قال له انا هسيبك مش هاكلك بس على شرط، انت لما تروح للساحره دي تسالها قول لها انا قابلت ذئب لونه احمر، والذئب دوت ايه بيقول لك نفسه يعرف ليه كل ما يجي ياكل حاجه سنانه ايه تقعد تتكسر منه. تمام. انا عندي مشكله في اسناني واسناني بتتكسر مني، فانت ايه يعني اسالها على الموضوع ده وكده وانا هسيبك تعيش مش هاكلك والكلام ده. قال له ماشي يا عم انا اوعدك والكلام ده. قال له ماشي. راح جاي مشي. فمشي مشي مشي راح جاي ايه معدي على مملكه. فجاي دخل من المملكه راح جم ماسكينه. قال له تعالى الحرس انت رايح فين؟ قال لهم يا جماعه انا معدي هنا رايح مش. قالوا له انت جاسوس؟ قال لهم انا جاسوس. قال لهم جاسوس ازاي ده انا سحلول ده انا. قالوا سحلول ايه؟ احنا ناخدك ايه للملك يشوف ايه قصتك. راح للملك وفضل طبعا يعيط وقال له انا سحلول وانا فقري وانا مش عارف ايه اشوف هو من حظي، وحكى له الحكايه بتاعته. قال له فجه الملك قال له طب انت رايح للست اللي في الجبل دي؟ قال له قال له خلاص ماشي ايه انا هسيبك تعدي، مش هنحكم عليك باعدام ولا هنعتبرك جاسوس، بس ايه على شرط. قال له ايه؟ قال له لما تروح عايزك تسالها على حاجه ليا. قال له ايه؟ قال له قول لها ليه انا كل ما اعين وزراء ليا يخونوني او الاقيهم تاني يوم ولا حاجه يقدموا استقالاتهم وايه ويسيبوا يعني يسيبوا الوزاره والكلام ده وكده. قال له ماشي. جاي اخد بعضه ايه سحلول ومكمل السكه. فعدى ايه على اخين، عدى على ارض كده وجي ينام فيها. فراح جم هوب اتنين ايه داخلين عليه بالشوم وضاربينه. ايه ده انت بتعمل ايه في ارضنا؟ انت اكيد انت الحرامي اللي بيجي يسرقها. قال لهم لا لا ده انا غلبان، ده انا سحلول. قالوا له سحلول ايه سحلول دي؟ قال لهم انا اسمي سحلول وكذا، وحكى لهم برضو الحكايه بتاعته وانا فقري وانا مش عارف ايه وانا رايح ايه للست دي وكده. فنفس القصه هم سمعوا القصه قالوا له خلاص احنا مش هنعتبرك ان انت ايه الحرامي اللي بيجي يخرب ارضنا، بس على شرط هتروح للست ديت تسالها تقول لها ان انت عديت على الارض بتاعتنا واحنا عندنا مشكله بنزرع الزرع بتاعنا، وبعد ما يبتدي يطلع والكلام ده نبص مره واحده نلاقي الزرع في يوم وليله كده كله مات وايه
وجف ومش عارف ايه كده لوحده بين يوم وليله. فجاء قال لهم ماشي انا اسالها والكلام ده وكده. فعلا سحلول راح جاي ايه طالع. معلش انا بس بحط الحاجه في الشنطه عشان اطلع. المهم فسحلول راح جاي طالع وايه وراح مكمل سكته. وفعلا في الاخر وصل لايه للست دي. فاول ما دخل عليها كده قالت له مين؟ سحلول تعالى. الله الله دي عارفاني بالاسم. قال لها ايه ده انت عارفاني؟ قالت له طبعا عارفاك. هو هل يخفى القمر يعني؟ واضح عليك ان انت فقري وسحلول. قال لها انا والله تعبان في حياتي وانا كذا 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 ومش عارف ايه. راح جاي قال لها حكى لها حكايته كلها. قالت له يا سحلول. قال لها ايه؟ قالت له انت حظك قدام منك. قال لها ايه؟ قالت له حظك قدام منك تحت رجليك قدام منك. تمام. ارجع انت لبلدك وامشي وانت هتلاقي حظك هو قدام منك. قال لها والله ايه شكرا ومش شكرا وفرح جدا سحلول. قال لها طيب بالنسبه لبس ايه الذئب والملك والاخين دول. قالت له بص الاخين دول الارض بتاعتهم فيها كنز. تمام. ولو هم حفروا وطلع الكنز ده ايه هيبقى من حقهم. تمام. بس ايه يحفروا وهم هيلاقوا الكنز ده السبب اللي بيخلي الايه الزرع بتاعهم يموت. قالوا لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لها ماشي. جت قالت له واما الملك فالملك ده اصلا امراه وهي لابسه وعامله نفسها ان هي راجل والوزراء بتوعها بيسيبوها عشان هم عارفين الموضوع ده. كل وزير بيجي يتعين بعد ما بيتعين بيبتدي يكتشف ان الملكه دي ايه واحده ست مش راجل وده اللي بيخليهم ايه يسيبوها. قال لها تمام. قالت له ايه اما الذئب بقى فاقول له ان ايه السبب اللي عنده ده زي مرض جيني يعني كده. تمام. والعلاج بتاعه ان ياكل اغبى مخلوق يقابله. تمام. قال لها ماشي. راح جاي ايه رايح للاخين قال لهم انا رحت للست ديت وكده وقالت لي ايه ان تحت البتاع ديت في كنز ومش عارف ايه. طب استنى ساعدنا نحفر والنبي. قال لهم ماشي. راح جاي قاعد يحفر معاهم طلع الكنز. راح جاي قال له ايه خلاص يا سحلول احنا ايه هنقسم معاك. تمام. راح جاي قال لهم لا 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 انا الملكه انا الست دي قالت لي انت الحظ قدامك وتحت رجليك ولازم ايه ارجع بلدي عشان اشوف حظي ده هناك. فقالوا ماشي. ما رضاش ياخد منهم اي حاجه وايه ومشي. راح جاي رايح ايه دخل المملكه. الملكه جت. الملك ده جه قال له ها ايه اللي حصل؟ قال له يا جلاله الملك الست الساحره دي بتقول ان انت ست وان انت كذا كذا كذا. فالملك ايه ده تعرف حقيقتي. قال له انا فعلا واحده ست وكده وانا ايه هتجوزك وانت اللي تبقى الحاكم والملك وايه ونخلص يعني من القصه ديت. فجه سحلول لا 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 انا لازم ارجع بلدي عشان حظي قدام مني والكلام ده. الست دي قالت لي كده وانا لازم ايه اكمل. فشكرا يا جلاله الملكه انا ايه مش هتجوزك. المهم راح جاي رايح ايه معدي على ايه على الذئب. جه الذئب قال له ها ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي كذا كذا وحكى له ايه اللي قاله له كله. قال له انت السبب اللي عندك ده مرض زي مرض جيني كده والعلاج بتاعه ان انت تاكل اغبى انسان ايه تقابله. طبعا هو حكى له هو عمل ايه يعني ان هو عدى على الاخين حكى له الحكايه كلها. راح جاي الذئب قال له وانا اعتقد ان انا لقيت الشخص ده. وراح جاي هجم عليه واكله. اكل مين؟ اكل سحلول. ليه؟ لان سحلول غبي. سحلول قالت له ان الحظ قدام منه كان قدام منه في الارض اللي فيها الكنز وما خدهوش. كان قدام منه في الملكه اللي عايزه تتجوزه وما اتجوزهاش. كان قدام منه كل حاجه وحتى هو قبل ما يطلع الرحله دي ابوه اصلا كان تاجر وعنده ارض وسايب له حاجات كتيره. ومع ذلك هو شايف ان هو حظه اللي وحش مش هو اللي غبي او هو اللي دايما متشائم او هو اللي سحلول. تمام. هم سموه اهله اسم وظلموه بيه لكن الاسم كان على مسمى او هو خلى الاسم على مسمى. احنا مشكلتنا ان احنا ساعات بنبقى سحاليل. تمام. يبقى ممكن الحل قدام منك وانت مصمم ان انت تصعب على نفسك. ممكن الحظ والفرصة تجيلك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وانت برضو تصمم ان انت تمشي على نفس الخطأ وترتكب نفس الخطأ. تمام. وترجع بعديها تقول ايه الله ده انضحكوا عليا. الله
ده انا مش عارف حصل لي ايه، الله ده انا اتكلت. لازم تتاكل، لازم الذئب يفترسك. ليه؟ لان الذئب شافك غبي. تمام؟ اللي هم عايزين. طيب يا جماعه انا طولت قوي، وانا كنت قايل لكم ان انا هقفل، انا وصلت لغايه البيت، فمعلش ان شاء الله هنعمل غرفه الاسبوع الجاي قبل ما السفريه الثانيه، وان شاء الله نكمل في الموضوع بتاع المخ. اشكركم جدا على الحضور النهارده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.